السلام عليكم، أنا محمود باشا وهنا داتا ساينس بالمصري. أهلا بكم في أول فيديو من 6 فيديوهات. كل فيديو بيشرح كورس. ال6 كورسز دول محتاجين نكون عارفين البراكتيكال انفورميشن والمعلومات اللي فيهم، بحيث إن احنا نكون جاهزين للأسوشيت كلاود انجينير اكزام. أول كورس في البلاي ليست هو كورس Implement Load Balancing on Compute Engine. الكورس ده موجود في كلاود سكيلز بوست، التريننج بلاتفورم بتاعت جوجل. الكورس فيه عبارة عن كام لاب؟ عبارة عن 5 لابات. كرييت فيرتشوال ماشين ده لاب. تاني لاب كومبيوت انجن كويك ستارت ويندوز. تالت لاب جيتنج ستارتد وذ كلاود شيل اند جي كلاود. رابع لاب سيت اب نتورك اند ابلكيشن لود بالانسرز. واخر لاب امبلمنت لود بالانسنج اون كومبيوت انجن تشالنج لاب. اخر لاب ده تشالنج لاب بيختبر معلوماتك اللي انت جمعتها من الكورس في اللابات اللي قبلها. فاحنا التشالنج لاب ده احنا مش هنعمله، لان احنا اوريدي هنجو ثرو المعلومات كلها في خلال اللابات التانية. لو انت حابب تعمل لاب ده كتشالنج ليك تيست تشوف هتقدر تعمله لوحدك ولا لا، تمام، بس احنا مش هنعمل تشالنج لاب. آه اللابات دي فيها حاجات ريدندنت كتير. ولو مشينا في كل لاب ورا لاب، مشينا ورا الفلو بتاع اللاب نفسه على كلاود سكيلز بوست، مش يعني حاجات كتير ريدندنت، والموضوع بيبقاش الطف حاجه. فانا عملت زي فلو، عملت سمرايزيشن للابات كلها، وبطريقتي انا حطيتها انا في دوكس فايل، وهمشي عليها بالترتيب. كل حاجه في اللابات، بس كل المعلومات اللي انا جايبها من كلاود سكيلز بوست ده، وزي عامل سمرايزيشن. طبعا انا هحط لينك للكورس ده عشان ده هو الريفرنس. كده كده لو عايزين تبصوا عليه، عايزين تعرفوا معلومات زياده، هو كده كده الريفرنس. وفي كمان يعني هو اللاب بيكون فيه الستبس بتاعت التاسك اللي انت محتاج تعملها على جوجل كلاود. بيكون فيه معلومات زياده، كمان معلومات زياده كحاجات ثيوريتيكال بتتسال عليها في الامتحان، غير الحاجات البراكتيكال اللي موجوده في اللاب. فاللاب فيه معلومات وفيه حاجات براكتيكال. كل ده انا ملخصه بره، هسيب اللابات كريفرنس، حد محتاج يرجع لها يرجع لها. يلا بينا نبتدي، يلا بينا. اول لاب فيهم كرييت فيرتشوال ماشين. اللاب ده الاوبجكتيفز بتاعته ان نقدر نشوف ازاي نعمل فيرتشوال ماشين من خلال الكونسول، نقدر نعمل الفيرتشوال ماشين من خلال الكوماند لاين، ونعمل ديبلوي لانجن اكس ويب سيرفر. دي الاوبجكتيفز بتاعته. التاسكس ان احنا اول حاجه هنعمل فيرتشوال ماشين انستنس على كلاود كونسول. هنعمل انستول الانجن اكس ويب سيرفر على الفيرتشوال ماشين، وهنعمل انستنس من خلال الجي كلاود. تمام. خليني اطلع برضو هنا كده الانترفيو ثانيه اوضح. تاني لاب اللي هو كومبيوت انجن كويك ستارت ويندوز ده هيخلينا نقدر نعمل كرييشن لفيرتشوال ماشين، بس بدل ما هي تكون لينكس، الاو اس بتاعها يكون لينكس، دي الاو اس بتاعها هيكون ويندوز سيرفر. فهي الاوبجكتيفز ليرن هاو تو لانش ا ويندوز سيرفر انستنس ان كومبيوت انجن، ونكونكت للانستنس دي باستخدام ار دي بي. ار دي بي هو البروتوكول اللي هو ريموت ديسك توب بروتوكول. ده البروتوكول اللي بنستخدمه في ان احنا نكونكت الويندوز سيرفر. البروتوكول التاني اللي بنستخدمه في ان احنا نكونكت اللينكس سيرفر هو اس اس اتش. فاحنا في لينكس هنستخدم اس اس اتش، في ويندوز هنستخدم الار دي بي. التاسكس اللي موجوده في اللاب ده ان احنا هنكريت الفيرتشوال ماشين زي ما عملنا في اللاب اللي قبله، بس دي هتكون ويندوز سيرفر، وهن ار دي بي للفيرتشوال ماشين دي. تالت لاب جيتنج ستارتد وذ كلاود شيل اند جي كلاود. اللاب ده عباره عن اللي هو بيديك زي كل الكوماندز اللي انت هتحتاجها، وازاي ازاي تشوف المعلومات اللي عن البروجكت بتاعك، معلومات عن الفي ام انستنسز، اللي هي زي التولز بتاعتك اللي انت هتحتاجها عشان تقدر تشتغل على الكوماند لاين.
في حته زياده اللي هي حته الفاير وول والتاجز والكلام ده، دي هنبقى نتكلم عليها لما ده بيجي. بس هو في حته زياده صغيره، لكن هو كله عباره بيعرفك كوماندز عشان خاطر تقدر انت تستخدمها بقى في خلال شغلك في اللابات عامه يعني. فهي الاوبجكتيفز بتاعته: براكتس يوزنج جي كلاود كوماندز، كونكت كومبيوت سيرفيسز هوستد اون جوجل كلاود. احنا قلنا بنكونكت ويندوز ار دي بي لينكس اس اتش، فتمام. الحته التانيه دي اللي هي زياده. التاسكس اللي موجوده فيه: هنعمل كونفيجريشن للانفايرمنت، هنعمل فلترنج للكوماند لاين اوتبوت، هنكونكت للفي ام انستنس، هنعمل ابديت للفاير وول، وهنبص على السيستم لوكس. اخر لاب بقى، واللي هو اللي اسم الكورس اصلا مسمي عليه، اللي هو سيت اب نتورك اند ابلكيشن لود بالانسرز. هنعمل لود بالانس نت. في نوعين من اللود بالانسرز: في نتورك لود بالانسر وفي ابلكيشن لود بالانسر. في انترنال وفي اكسترنال. اللي احنا الاثنين اللي احنا هنعملهم دلوقتي هم اكسترنال. اكسترنال يعني هم آه، ليهم اكسس مع الانترنت، ليهم اكسترنال اي بي وتقدر تاكسسهم مع الانترنت. لو انترنال بيبقوا جوه الفي بي سي نتورك، ما لهمش مش فرونت فيسنج، مش ما لهمش اكسس على الانترنت. فهو اللاب ده الاوبجكتيف بتاعته: configure the default region and zone for your resources. زي ما احنا شايفين في حاجات كتير، يعني اللابات في حاجات فيها بتقعد تتكرر، فعشان كده انا مش همشي على لاب كل لاب لوحده، همشي انا بالفلو بتاعي. create multiple web server instances، نعمل كذا ويب سيرفر. configure a load balancing service، create an application load balancer. التاسكات اللي موجودة: set the default region and zone، create multiple web server instances، configure the load balancing service ده اللي هو network load balancer، send traffic to your instances، هنبعت ترافيك للنتورك load balancer. بعد كده create an application load balancer وتست ترافيك على الابلكيشن load balancer ده. في المعلومات الزياده بقى اللي موجوده في اللابات، انا برضو يعني كاتبها هنا كده بصوره مبسطه. فهو يعني مثلا في معلومه كانت موجوده في اللاب ده محتاجين نكون عارفينها عشان تكون مهمه في الامتحان: ان كلاود شيل اللي هي الشيل ابلكيشن اللي بنقدر نستخدمه عشان نتحكم في الجوجل كلاود ريسورسز. هو فيرتشوال ماشين ديبيان اصلا، يعني هو لينكس فيرتشوال ماشين عليها برسيستنت ديسك 5 جيجا بايت في الهوم دايركتوري. دي الكلاود شيل اللي احنا بنستخدمها عشان ناكسس جي كلاود ونمانج الجوجل كلاود انفايرمنت بتاعتنا. ده الكلاود شيل اللي هنشتغل عليه في اللابات كله. في حاجتين احنا هنشتغل عليهم خلال البلاي ليست دي كلها: الكلاود شيل والكونسول. الاس دي كي او الكلاينت لايبريز مش هنشتغل عليها قوي اصلا، مش هنشتغل عليها اصلا. هنشتغل على الحاجتين دول بس، هما الحاجتين دول اللي مطلوبين للامتحان. اللايبراريز ما مش موجوده في الاكزام جايد ومحدش طلبها، بس هي الطريقه الثالثه اللي لازم تكون عارفها ان انت تقدر تاكسس بيها جوجل كلاود ريسورسز. اللاب الثالث الاكسترا انفو بتاعته هي اللي في اللاب اللي بعده، ده ما فيهوش اكسترا انفو. اللاب الاولاني كان فيه اكسترا انفو مكرره في اللابات كلها، اللي هي عن الزونز والريجنز. انا اتكلمت في اول فيديو عن الزونز والريجنز، وان هي جوجل كلاود حوالين العالم ليها ريجنز، كل ريجن جواها زونز. الزون الواحده ده داتا سنتر، فيزيكال داتا سنتر، جواه السيرفرز، جواه الكهرباء، جواه الكولينج بتاع الحاجات، جواه الراكات، جواه الفيزيكال هاردوير. تمام. فاحنا في ريسورسز بتبقى زونال، ريجيونال، جلوبال. ريسورسز الزونال هي الريسورس بيبقى موجود جوه الزون بس. ريسورسز الريجيونال بيكون موجود جوه الريجن، فهو اكروس كذا زون. الريسورس الجلوبال بيكون موجود اكروس كذا ريجن. يعني ريسورس جلوبال مثلا كلاود سبانر ده جلوبال ريسورس. فهي فكره الريسورس، فكره الزونز والريجنز، زي ما كنت اتكلمت في حته الافيلابيلتي، ان انت لو عندك زون وقعت الزون التانية تقدر تشيل مكانها، لو عندك ريجن وقعت الريجن التانية تقدر تشيل مكانها. فهي دي. فاحنا بقى التفاصيل المعينه اللي احنا محتاجينها هنا اللي موجوده في اللابات: ان فيرتشوال ماشين انستنسز اند بيرسيستنت ديسكس ار زونال ريسورسز. الفي امات والبيرسيستنت ديسكس بيكونوا موجودين في زون معينه، ما بيكونوش ولا ريجنال ولا بيكونوا جلوبال.
وان انت لو محتاج، لو عايز تعمل اتاتش البرسيستنت ديسك الفي ام، البرسيستنت ديسك دي محتاجه تكون في نفس الزون مع الفي ام. لو محتاج تعمل اساين لستاتيك اي بي ادرس، هو الاي بي ادرس نوعين في الجوجل كلاود، في الافيرمال اي بي ادرس وفي ستاتيك اي بي ادرس. الافيرمال ده اللي هو الاثنين اكسترنال، تمام، يعني تقدر اللي هو، او عامه يعني هو في ستاتيك وفي افيرمال. الافيرمال ده بيكون الوكيتد ليك طول ما الانستنس بتاعتك شغاله، لما تقفل الانستنس وتفتحها تاني هيجيت الوكيتد ليك اي بي ادرس تاني. فدي طبعا حاجه ما تعرفش تستخدمها في برودكشن. يعني انت لو عامل ويب سايت، والويب سايت ده الكاستمرز بتوعك عارفين عايزين ياكسسوه، هم بيبقوا عارفين اسمه، يعني محتاج تثبت الاي بي ادرس عشان تقدر تعمل تحط الويب سايت بتاعك في برودكشن، عشان الناس تقدر تاكسس الاي بي ده، ما يقعدش كل شويه يتغير، يعني حاجه ما تنفعش. ف ده الستاتيك اي بي ادرس اللي هو الثابت، بتشتري اي بي ادرس وتخليه مع الفي ام بتاعتك ثابت. الفيرمال اللي هو كل ما تقفل الفي ام بتاعها تاني بيجي لك اي بي ادرس جديد. تمام. اللي بعدها ان كلاود شيل لما تيجي تعمل رن لكلاود شيل على اللابتوب بتاعك، على اللوكال ماشين بتاعتك، الديسك بتبرسست. بس لما تستخدم، مش بقى لما تستخدم كلاود شيل، لما تستخدم جي كلاود. يعني انت لو نزلت جي كلاود على اللوكال ماشين بتاعتك الديسك هتبرسست، لكن لما تستخدم جي كلاود على الكلاود شيل، كل ما تفتح وتقفل السيشن الداتا بتاعتك بتروح، شايل بقى حاجات في الهوم دايركتوري، الهيستوري بتاعك، الكوماندز كله بيروح. فدي حاجه برضو لازم تكون عارفها يعني. a new project has a default resource quota. كل جوجل كلاود بروجكت ليه ريسورس كوتا، ليه عدد معين، كل ريسورس ليه كوتا. الكوتا دي لو محتاج تزودها بتعمل ريكوست لجوجل كلاود، والريكوست ده بياخد عدد ايام عمل كان 3 او 5 تقريبا، ممكن برضه تاكد المعلومه دي من دوكيومنتيشن. بس هو عدد الايام العمل مش مطلوب، يعني المعلومه دي مش مطلوب معرفتها، يعني ما بيتسالش فيها، بس ما يضرش حاجه. كان تقريبا من 3 ل5 ايام عمل، عشان خاطر تزود الكوتا بتاعتك. احنا كده عرفنا الاربع لابات اللي هنشتغل عليهم، عرفنا المعلومات الزياده، عرفنا ايه الاوبجيكتيف بتاع كل لاب، عرفنا التاسك بتاع كل لاب. نبتدي بقى على الشغل، نبتدي على الشغل نفسه، ونبتدي نشوف الكوماندز والحاجات البراكتيكال اللي احنا محتاجين نتعلمها من اللابات دي كلها. احنا عندنا هنا اللابات، كل لاب ليه الانفايرمنت بتاعه. يعني انا ممكن اجرب كل الكوماندز في الانفايرمنت دي، ممكن اجربها في الانفايرمنت دي عادي برضو اللي هي بتاعت اللاب التاني، عشان انا ماشي بفلو مختلف. فاحنا ممكن اطول تقريبا وقت نقدر نستخدمه هو ده، صفه نتورك اند ابلكيشن لود بالانس. فاحنا خلينا نستخدم اللاب ده، خلينا نستخدم اللاب ده عشان خاطر نقدر نرن كل حاجه احنا عايزين نرنها، ونجرب كل اللابات مرة واحدة. الكورس اللي بياخد 6 ساعات خلصه إن شاء الله أقل من ساعة. أنا دلوقتي كده دخلت على جوجل كلاود كونسول. عندك يا باشا هنا بقى كل حاجة، عندك البيلينج، عندك اي ام ايدنتيتي اكسس مانجمنت، عندك الاي بي اي اند سيرفيسز، عندك الكمبيوت انجن اللي جواها الفي امات، عندك الكوبرنيتيز، عندك كلاود ستورج، كل السيرفيسز، في بي سي نتوركس، اس كيو ال، عندك كل السيرفيسز بتاع جوجل كلاود موجوده هنا. وفي فيو اول برودكتس ده لو في حاجات مش موجوده هنا محتاجها تبص عليها. الكلاود شيل بتاعنا اهو، نعمل له اكتيفيشن عشان احنا هنستخدمه. كلاود شيل بياخد دقيقة بس على ما بيفتح. ده بيعمل لنا كده اوثنتيكيشن بحاجة اسمها اي اي بي، ايدنتيتي اوير بروكسي. هنتكلم عليها في اللابات بعدين، في لابات تانية مش في اللابات بتاعت النهاردة، بس هي معلومات عنها مطلوبة في الامتحان بيتسأل عليها يعني، وموجودة في الاكسام. احنا دلوقتي عندنا احنا جوه الكلاود شيل اديتور، نبتدي بقى في اللابات بتاعتنا. اول لاب عندنا اللي هو ان احنا نعمل كرييت للفيرتشوال ماشين. هنعمل كرييت للفيرتشوال ماشين، نعمل لها كرييت على ايه؟ مثلا نعمل لها كرييت على الكونسول. هو في الاول، اول حاجه خالص عايزنا نشوف
ازاي بنعمل كرييشن للفيرتشوال ماشين من خلال الكونسول. فهنروح في كمبيوت انجن في ام انستنسز، نقفل التوتوريال ونقفل كل حاجه، تفتح كرييت ان انستنس. ده انت هنا بتحط اسم الانستنس. هو هنا احنا كده كده اللاب ده، خلينا نمشي ورا الاسامي اللي هو حاططها دي، البارامترز اللي هو كان حاططها في اللاب على كلاود بوست، كلاود سكيلز بوست. هنخليها ناخدها زي ما هي كده. الريجن دي ما كانتش لسه طلعت، فاحنا الريجن ممكن نجيبها من هنا. ممكن نجيب الريجن، بتكون موجودة في اللاب نفسه، لما تعمل له ران بتطلع الريجن اللي هو عايزين نرن فيها. احنا ممكن نرن عامة في اي ريجن، بس يعني خلينا ايه، يعني خلينا ماشيين في الحاجات اللي هم بيقولوا لنا نشتغل فيها. هو احنا لو بصينا هنا عندنا كام ريجن، هو مش مديك اصلا غير الريجن دي. تمام، فانت حتى لو قلبت هو مفيش غير الريجن دي. الزون اللي عايزنا نشتغل فيه، عايزنا نشتغل في سي. انت ممكن اصلا تروح تشتغل في سي. يعني انا حصلت معايا، جيت اشتغلت في زون سي، كانت مليانه، كانت زون مليانه، وما كنتش عارف اشتغل، ولا عارف اكريت في ام، ولا عارف اعمل انستنس جروب، ولا عارف اعمل اي حاجه. فنقلت على زون تانية. فهي الحاجات دي ايه، شويه مش محتاجه يعني ان نتك عليها قوي، بس عادي خلينا ماشيين وراهم. ندخل بقى دلوقتي على الماشين تايب. الماشين تايب في كذا ماشين تايب. في حاجات اللي هي جنرال بيربز، في كومبيوت اوبتمايز، في ميموري اوبتمايز، في ستورج اوبتمايز، في جي بي يوز. جي بي يوز لو انت هتعمل ابلكيشنز اي اي بتحتاج جي بي يوز. ستورج اوبتمايز لو انت محتاج حاجه الستورج بتاعتها، الابلكيشن بتاعك بيحتاج ستورج سريعه. ميموري اوبتمايز بتحتاج بروسيسنج سريع. كومبيوت اوبتمايزد ورك لود بتاعك هيفي، بيحتاج كومبيتيشنز كتير. جنرال بيربز اللي هي الحاجات العاديه، واحنا على طول بنستخدم الاي 2 اللي هي لو كوست داي تو داي كومبيوتنج. دي اللي هي الماشين تايب فاميلي اللي احنا بنستخدمها. كل فاميلي ليها الخصائص بتاعتها. كل فاميلي يعني مثلا الاي 2 الفيرتشوال سي بي يوز بتكون من ربع فيرتشوال سي بي يو ل 32 فيرتشوال سي بي يو. الميموري بتاعتها بتكون من كذا لكذا. السي بي يو بلاتفورم بتاعها اسمه انتل برودويل. انتل برودويل زي يعني ده السي بي يو اللي بيبقى موجود، زي مثلا في كور اي 9، كور اي 7، اي ام دي راديان كده يعني. فهو السي بي يو اللي بتستخدمه اي 2 اللي هو انتل برودويل. الحلو في الكونسول ان هو بيكون هو يوزر فريندلي اكتر للناس المبتدئه، لان هو بيكون حاطط لك كل المعلومات زي ما انت شايف كده قدامك موجوده. لكن انت لما تيجي تروح السي ال اي بتكون محتاج تكتب الكوماند عشان تعرف، يعني تكتب الكوماند، تروح تبص في الدوكيومنتيشن عشان تعرف الاي 2 ده ايه التفاصيل بتاعته. لكن هنا انت عندك في الكونسول على طول كل حاجه مكتوبه يعني، فهو بيبقى اسهل لحد بيجنر. فانت عندنا الماشين تايب، كنا احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان انت ممكن الماشين تايب بتاعك تبقى كاستم، تحدد انت عايز كام كور، طبعا تبقى اغلى جدا يعني. بس احنا هنا هنستخدم بريسيت ماشين تايب. واحنا كنا مختارين الاي 2، فاحنا هنختار هم برضو في اللاب عايزيننا نختار الاي 2 فاميلي، وعايزيننا نختار الماشين تايب تبقى اي 2 ميديوم. هو الفرق طبعا مكتوب يعني، كلهم الشيرت كور كلهم بيبقى فيهم شيرت كور واحد. بيبقى فرق في الميموري. الهاي ميموري دول الميموري بتاعتهم بتبقى عاليه. الهاي سي بي يو عدد الفيرتشوال سي بي يوز بتاعهم بيبقى عالي كده يعني. بس احنا هنجو اي 2 ميديوم. التفاصيل الفرق ما بين الفاميليز والفرق ما بين الماشين تايبس ده مش محتاجينها معانا، مش محتاجينها خالص، ولا موجوده في الاكزام جايد. بس دي اللي احنا بنستخدمها يعني. احنا دلوقتي خلصنا حته الماشين كونفجريشن، عايزين نختار الاو اس اللي هنشتغل عليه. فاحنا الاو اس اللي كان موجود في اللاب عايزيننا نشتغل على ديبيان. الفيرجن ديبيان جي ان يو لينكس 11 بولز اي. فاحنا نيجي هنا نختار ده. البوت ديسك تايب بالانس بيرسيستنت ديسك، ده هما اللي كانوا عايزينه. في انواع تانية من البوت ديسك تايب، اكستريم بيرسيستنت ديسك، اس اس دي بيرسيستنت ديسك، ستاندرد بيرسيستنت ديسك. عايز تعرف الفرق ما بينهم، مش مطلوبه في الامتحان. عايز تعرف الفرق ما بينهم، ادخل على الدوكيومنتيشن. يعني مثلا ايه، ممكن نكتب بوت ديسك تايب جوجل كلاود، المعجبين فاتحين على طول، شوز ذا ديسك تايب اهو.
الدوكيومنتيشن بقى في كل بقى التفاصيل بقى ايه الفرق بين الديسك تايبس، ليه امتى تختار ده امتى ما تختارش ده، في لينكس لحاجات للدوكيومنتيشن تاني عشان تفهم اكتر، فانت يعني عايز تدور وكده قدامك تدور زي ما انت عايز. بس الاكزام جايد واحنا مش محتاجين نعرف فرق بينهم، احنا كده كده بنختار اللاب اللي انا نختار البالانس بيرسيستنت ديسك، وهو بالاسم كده بيكون بالانس اكتر يعني. بتكون هي الحاجات الاقل في السعر، الحاجات اللي هي لو شغلت عليها ورك لود هاي ميموري، ورك لود هاي سي بي يو، ورك لود هاي ريد، ورك لود هاي رايت كده، بيكون البرفورمانس بتاعه بالانس اكتر يعني من الاسم كده. والسايز هو احنا عايزين السايز بتاع البوت ديسك يكون 10 جيجا بايتس عادي. في بقى خلصنا كده، احنا كده اخترنا الاو اس والستورج والسيستم ديسك. محتاجين نروح على النتوركينج، محتاجين نروح على النتوركينج عشان نختار نعمل تشيك على الاو اتش تي تي بي ترافيك. الاو اتش تي تي بي ترافيك ده بيروح جاي عامل، احنا مش هنتكلم على الفاير وول وفاير وول رولز دلوقتي، هنتكلم عليها في اللابات التانية. بس ده بيزود فاير وول رول، بيزود ان تقدر يجي لك ترافيك على من خلال بروتوكول تي سي بي على بورت 80 للسيرفر ده. ف ودي النتورك تاج برضه بنتكلم عليها في اللابات اللي تحت، بس دي التشيك ده اوتوماتيكلي بيعمل فايرول. الفايرول رول احنا هنعمل الفايرول رول مانوالي بعدين في اللاب. فاحنا كده نروح جايين عاملين كرييت للفي ام انستنس بتاعتنا. في ام انستنس دي احنا هنعوزها تكون ويب سيرفر، هننزل عليها انجن اكس ويب سيرفر، فعشان كده عملنا الاو للاتش تي تي بي ترافيك عشان لما اي اكسترنال يوزر يكتب الاي بي يعرف يكونكت الفاير وول يدخله. هو بس الفيرتشوال ماشين بتاخد لها دقيقتين كده عبال ما تقوم، فاحنا هنستناها تقوم. حلو قوي قوي قوي. الفيرتشوال ماشين قامت بسرعه الحمد لله. عندنا هنا اسم الفيرتشوال ماشين، الزوم بتاعتها، الانترنال اي بي بتاعها. لو هتخليها لو حاجات جوه الفي بي سي نتورك هتكلمها، اتكلم بعدين في لعبات كتير جدا على الفي بي سي نتورك. بس الانترنال اي بي ده حاجه مش من النت بره، حاجه من جوه الفي بي سي نتورك اللي الفيرتشوال ماشين دي فيها. الاكسترنال اي بي ده اللي احنا هنستخدمه عشان خاطر نجرب نشوف الويب سيرفر بتاعنا شغال ولا لا. احنا قلنا ان دي لينكس ماشين، واللينكس ماشين بنعمل كونكت ليها اس اس اتش. لو دوسنا على الزرار ده كده احنا هن اس اس اتش للفيرتشوال ماشين جوه. هنمانج بقى، هنمانج الفيرتشوال ماشين. اوثورايز بيستخدم اي اي في ايدنتيتي او بروكسي خاطر يفيريفاي الايدنتيتي بتاعتنا. دخلنا دلوقتي اس اتش على الماشين. هو في اللاب ده ما كانش محتاجنا نعمل اكتر من كده، بس انت كده هو عايز بس يقول لك ان انت ازاي تكريت الفيرتشوال ماشين، ازاي تاس اس اتش ليها، ان هي بتكون موجوده في الكونسول بعد ما تعمل لها كريشن. عايزين بقى دلوقتي ننزل عليها الانجن اكس ويب سيرفر. فاحنا عاملين اس اتش جوه الماشين، فاحنا اول حاجه نعمل ابديت للاو اس. دي لينكس كوماند يعني، دي بيور لينكس كوماند. كنا جينا عاملين ابديت للاو اس من خلال الكوماند دي. وبعد كده ننزل الانجن اكس ويب سيرفر. طبعا دي برضو حاجات اللي هو ان احنا بنشوف ازاي تقدر تنزل عليه ويب سيرفر. معلومات ليها علاقه بالانجن اكس والحاجات دي مش within the scope of ال الامتحان او التراك او السيرتيفيكيشن. فدلوقتي كده احنا نزلنا الويب سيرفر، الانجن اكس ويب سيرفر. الكوماند دي بقى بنستخدمها بي اس دي بتجيب الرننج بروسيسز، والجريب بتعمل فلتر للرننج بروسيسز بتطلع لنا انجن اكس. احنا هنستخدم الكوماند دي عشان نتاكد ان انجن اكس اشتغل تمام. فيعني احنا مثلا لو خدنا دي كده لوحدها يجيب لنا كل البروسيسز اللي راننج على السيرفر ده دلوقتي. بروسيسز كتير جدا. بص في بروسيسز كتير اليوزر بتاعها الروت، في بروسيسز ليها يوزرز مختلفين، في دي ستودنت ده احنا ده اليوزر بتاعنا.
نزود بقى حته الجريب عشان يفلتر الاوتبوت ده. نشوف بس البروسيس اللي بترن الانجن اكس. فاهو احنا دلوقتي عرفنا ان الانجن اكس شغال الحمد لله وكله تمام 100 100. كده الانجن اكس شغال. نروح نبص على الانجن اكس. يعني احنا كده المفروض عملنا ديبلويمنت ويب سيرفر. نروح نبص على الانجن اكس. تعالوا نجيب الاكسترنال اي بي. جايين في براوزر عادي جدا. احنا عملنا ايه؟ عملنا ال HTTP مش اس. الاس ده اللي هو السكيورد فيرجن من HTTP. احنا عملنا الاو بس في الفاير وول رول على HTTP بس. فاحنا لما نيجي هنا احنا جايين كاتبين HTTP بس. ودي الاي بي اكسترنال اي بي ادرس بتاعت الفيرتشوال ماشين 100 100. ويلكم تو انجن اكس. السيرفر اشتغل والفي ام هي قايمه وكله تمام. If you see this page the Nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required. عندك ويب سيرفر شغال بقى. شوف بقى تعمل عليه بقى ابلكيشن، تعمل عليه ويب سايت. شوف بقى انت عايز تعمل عليه ايه. احنا عملنا الانستنس بالكونسول. هنعمل انستنس دلوقتي باستخدام ال سي ال ار كوماند لاين انترفيس. فاحنا نيجي هنا في الكوماند لاين انترفيس. اول حاجه الكوماند دي هنستخدمها عشان نعمل كرييت للانستنس. نقرا بقى الكوماند دي جي كلاود كومبيوت انستنسز. هتستخدم الجي كلاود، هتستخدم كومبوننت كومبيوت من الجي كلاود عشان احنا عايزين نعمل في ام اي. والفي ام اي دي جزء من الكمبيوت في جوجل كلاود زي ما اتكلمنا في اول فيديو. انستنسز يعني هنعمل في ام اي، مش هنعمل نوع تاني من انواع الكمبيوت. في انواع تانية هنعمل كرييت للانستنس وهنسمي الانستنس جي سي اي لاب 2. الماشين تايب بتاعها اي 2 ميديوم. الزون بتاعها دي كده محطوط فاريبل كانك عملت انفايرمنت فاريبل حاطط في الزون. يعني هي الدولار ساين بعد كده الزون دي. يعني انا خلينا نشوف. تعال نمسح كده الكوماند دي كلها ونشوف ايه الانفايرمنت فاريبلز عشان الانفايرمنت فاريبلز موجوده برضو معانا. فممكن اعمل سيرش هنا ان environment variables. اهو set region and zones. احنا كده بنعمل set للديفولت region والديفولت زون. احنا لو جينا هنا بتعمل environment variable اسمه zone وبتديله value zone. احنا من خلال الكوماند دي قدرنا نعمل انفايرمنت فاريبل اسمه زون. حطينا فيه الزون بتاعه الماشين اللي احنا فيها. احنا اصلا ما مش حاطين فاليو للزون. فاحنا عشان نحط فاليو للزون محتاجين الاول نعمل لها سيت من خلال الكوماند دي كده. احنا لو جينا هنا الكوماند دي بتعمل سيت للديفولت زون جوه البروجكت للكمبيوت ريسورسز. تمام. جي كلاود كونفيج سيت كومبيوت زون. احنا الزون بتاعتنا كنا قلنا ان هي سي تقريبا صح. نيجي نجيبها من هنا برضو اهي كده. احنا عملنا سيت للديفولت زون. عايزين بقى نعمل انفايرمنت فاريبل عشان نستخدم اللي هي الكوماند اللي كانوا هما مستخدمينها. هنيجي هنا اكسبورت دي اللي بتعمل لنا انفايرمنت فاريبل. نعمل انفايرمنت فاريبل اسمه زون. والانفايرمنت فاريبل ده هنجيب الفاليو بتاعته من الديفولت زون اللي احنا لسه حاطينها. ده بدل يعني ليه احنا بنستخدم انفايرمنت فاريبل بدل ما انت كل شويه تعمل تكتب اسم الزون كتابه كده يو اس ويست 1 بي يو اس ويست 1 سي كده. بتحطه في فاريبل وعلى طول بتحط الفاريبل بعدها على طول. يعني انا هوريكم. تعالوا بس ايه نحط كده الكونفجريشن ده. يعني كده احنا عملنا انفايرمنت فاريبل جواه اسم الزون. تعالوا بقى نرجع للكوماند اللي احنا كنا لسه فيها من شويه. هي كانت الكوماند دي. الكوماند دي اللي احنا بنعمل بيها كمبيوت انجن في ام اي في كمبيوت انجن. احنا اللي احنا عملناه ده كله عشان نقدر نكتب دولار ساين زون. انا عملت انفايرمنت فاريبل اسمه زون. لو انت مش عامل كده هتمسح الزون ده. ايكوال ممكن تكتب دي. شايف دي؟ ممكن تكتب دي هتديك برضه نفس الفاليو. ممكن تكتب يو اس ايست 1 سي.
ناخدها كوبي تاني عشان انا مسحت زياده. ممكن تكتب على طول يو اس ايست 1 سي برضه هتديك ايه نفس الاوتبوت. فانا خلينا نكريت كده الفي ام 100 اللي اللاب محتاجنا يكريتها. احنا عملنا كرييت بالكونسول، دلوقتي بنعمل كرييت بالكلاود شيل. الستيب اللي بعدها هنشوف ايه الديفولت كونفيجريشن بتاع الفي ام 100. بعد كده هنروح على الكونسول نبص نتاكد ان الفي ام 100 اشتغلت. بعد كده هن اس اس اتش للفي ام 100 من السي ال اي وهنعمل اكست. خلينا واحده واحده كده. هي الفي ام 100 الحمد لله ما خدتش وقت، هي اشتغلت بسرعه. فاحنا عايزين دلوقتي نشوف ايه الديفولت كونفيجريشنز اللي جوه الفي ام 100 دي. او لا احنا مش دي، ده ما بيجيبش الديفولت كونفيجريشنز، معلش. يعني ده بيجيب الدوكيومنتيشن. انت كده جبت الدوكيومنتيشن بتاع جي كلاود كومبيوت انستنسز كرييت، كل الديفرنت فاليوز والديفرنت فلاجز اللي تقدر تستخدمها مع الكرييت ده. يعني كانوا دلوقتي احنا عندنا شات جي بي تي وعندنا جيميناي، عندنا ستاك اوفر فلو، عندنا جوجل، عندنا حاجات كتير جدا تقدر تجيب منها الكوماندز اسهل من الدوكيومنتيشن ده. كانوا زمان بيستخدموه بقى في الثمانينات والسبعينات والكلام ده، بس ده المانيوال وده جواه كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها. احنا في ستيب تانية تحت، في طريقة تانية تحت بنستخدم الديسكرايب دي بتورينا البروجكت، وفي كوماند تانية هتخلينا نشوف الديفولت فاليوز بتاعة الانستنس، هنبص عليها تحت. تمام. احنا كده كريتنا الانستنس من خلال السي ال اي. تعالوا بقى نروح على الكونسول كده نشوف الانستنس اتكريتت ولا ايه. ممكن نعمل ريفرش هنا كده مثلا، اهي اتكريتت الزون اللي احنا عايزينها وعندها كل حاجة. هو دلوقتي بقى محتاجين نعمل لها اس اس اتش. محتاجين اس اس اتش، بس بدل ما احنا كنا من اس اتش من خلال الكونسول من خلال الزرار ده، احنا هن اس اس اتش من خلال ال دي الاس اس اتش بتاعت الفيرمات التانية، مش هي دي كلاود شيل. احنا في كلاود شيل هن اس اس اتش من خلال الكلاود شيل. هو ليه عمل كده؟ معملتش كوبي حلو تقريبا. كوبي دي كلاود شيل اس اس اتش للماشين اياها. بيقول لك ان هو هيجنريت اس اتش كيز. جنريت يا عم اس اتش كيز باس فريز، مش عايزين باس فريز، دوسين انتر ورا بعض. invalid value for field zone must be a match of regex. هو زعلان ال ال الزون فيها مشكلة. إحنا الكوماند بتاعتنا كان فيها زون، يعني احنا محتاجين نكتب ايه؟ محتاجين نكتب دولار ساين عشان نقدر نس اتش ليه. محتاجين نخليها كلها كابيتال عشان هي ما كانش اسمها كده. تمام. شوية ديباجنج كده على الضيق، بس الحمد لله يعني كله تحت السيطرة. الحمد لله اس اس اتش دخلنا من جوه الفيرتشوال ماشين. عايز تعمل اكزيت يا باشا تطلع من اس اتش ستيشن. رجعنا تاني للكلاود شيل. خلص اللاب، خلص اللاب. نروح بقى على اللاب اللي بعده. اللاب اللي بعده عايزين نعمل ايه؟ هنعمل في ام انستنس بس هتبقى ويندوز سيرفر. تمام. يلا نعملها، يلا نعملها. هو كان عايزنا نعملها من خلال الكونسول، خلينا نروح هنا كده create instance. خلينا كده نسميها ويندوز سيرفر. زون، عايز زون معينة. تعال نحطها في بي. حلوة بي. اتكلمنا احنا على كل الحاجات دي. اتكلمنا عن الماشين تايب، اتكلمنا على الفاميلي والماشين تايب والكاستم والبريسيت وكل الحاجات دي. احنا الفرق بس هنا ان احنا بدل ما هو الاو اس بتاعنا لينكس هنخليه ويندوز، فاحنا نروح الاو اس اند ستورج رايحين ويندوز سيرفر. هو كان عايز 2022، مش عارف ليه بصراحة، بس يعني خلينا ماشيين وراه. كان عايز 2022 بس كده. دي ما عملناهاش حوار الفاير وول رول ده، لان احنا مش هنحط عليها سيرفر ولا هنحط عليها حاجه. خلاص كده نقدر نكريت بقى ال VMware دلوقتي اللي اسمها ويندوز سيرفر.
هنعمل لها ار دي في، هندخل جواها من خلال باستخدام ار دي في. انت دلوقتي مستنيين الفي امات جيت كرييتد، انت عشان الكوماند اللي تستخدمها عشان تعرف الفي امايه بتاعتنا جت كرييتد ولا لا، هي الكوماند دي اللي هو جيت سيريال بورت اوتبوت. بيطلع لك بيقول لك ان الفي ام بتاعتك جاهزه. فاحنا خلينا نروح عشان الويندوز سيرفر بياخد وقت، مش زي اللينكس بيقوم على طول. احنا دلوقتي هنا في الكلاود شيل، فاحنا نحط كده ونظبط حته الزون دي عشان ياخد الانفايرمنت فاريبل ما يطلعناش ايرور. والانستنس محتاجين برضو نحط اسم الانستنس. اسم الانستنس بتاعنا احنا حطيناه ويندوز سيرفر، ناخده هنا كوبي من هنا لتفادي اي مشاكل واي حاجه مش كويسه. آه بس كده. جت سيريال بورت، يلا عمرا. جي كلاود تعالى ايرور could not fetch serious port the resource in the server was not found. ممكن يكون في مشاكل عشان خاطر انا برن اللاب غير اللاب يعني. خلينا نروح نرن دي اللاب بتاعها عشان هما، انا الاكونت بتاعي ليميتد قوي، لان ستودنت اكونت. فهم بيكونوا عاملين عليه بروفيجننج جامد، فهي ممكن يكون قافلين حاجات في الفاير وول، ممكن يكون قافلين حاجات في السيرفيس اكونت، عشان كده مش شغاله. فخلينا نروح على اللاب بتاعها نعمل حته الويندوز دي من هناك. ستارت لاب. لاب اتاتايب. ماشي، نقفل اللاب اللي احنا كنا شغالين فيه. هو مش عايزنا نرن كذا لاب في نفس الوقت. اند يا عم لاب، اند لاب. شكرا جدا. اقفل ده. ليب، شكرا ليك. شكرا. هو ده برضه مش محتاجين ال SSH دي. نيجي هنا. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل فيرتشوال ماشين ويندوز سيرفر، وعايزين نكونكت ليها باستخدام الار دي بي. انت بتمانج مالك زعلت ليه؟ انت بتمانج الويندوز سيرفر باستخدام الار دي بي، بتمانج اللينكس سيرفر باستخدام الاس اتش. فاحنا هنعمل ويندوز سيرفر وهنكونكت ليه باستخدام الار دي بي. قلنا ان احنا بنيجي على كومبيوت انجن ونروح جايين فاتحين فيم انستنسز كرييت الانستنس. اقفل التوتوريال، شكرا. آه اي اسم بقى، احنا كده كده مش هنستخدمها تاني. اي زون، الجنرال بيربز، اتكلمنا على الحاجات دي كلها. كل اللي احنا محتاجين نغيره بس ان احنا نيجي هنا بدل ما دي بي ان ويندوز سيرفر نختار الفيرجن دي. سيلكت، كرييت، يلا بينا. في حاجة برضو عايز بتكلم عليها اللي هي الديفولت نتورك. الديفولت نتورك دي ممكن نأجل الكلام عليها بعدين في فيديو الفي بي سي، هنتكلم عليها دلوقتي. خلينا نأجل الكلام عليها لبعدين. بس خلينا فاهمين ان هي الفي ام انستنسز دي لازم بتكون موجوده على في بي سي نتورك. الفي بي سي نتورك ده اللي هو نتورك معموله برايفت فيرتشوال، يعني هو ما فيش كابلات مخليها برايفت. لوجيكال سيبريشن في جوجل كلاود بتعمل لوجيكال سيبريشن للديفرنت نتوركس بتاعت الديفرنت بروجكتس والديفرنت يوزرز. والنتورك دي انت محتاج نتورك عشان تشغل السيرفرز بتاعتك. يعني انت مثلا لو عندك مكتب وفي بي سيز كتير تحتاج نتورك عشان البي سيز يتكلموا مع بعض. هي نفس الفكره. فهي في نتورك، في بي سي نتورك. اول ما بتعمل بروجكت، تعمل كريت لبروجكت، بتتعمل اللي هي الديفولت نتورك. الديفولت نتورك دي موجود لها سب نتس في كل ريجن. ما بتشتغلش على الديفولت نتورك في البرودكشن خالص، عشان خاطر هي اوفرلي بيرميسيف.
يعني بتدخل الناس كده الفاير وول رولز بتاعتها مفتوحه كده على البحري، وانت مش اكيد ان انت محتاج سبنت في كل ريجن لان كله بفلوسه طبعا. بتعمل كاستم في بي سي نتورك على حسب الريكويرمنتس بتاعتك انت. انت لو مسحت في لما تيجي تعمل كرييت للفي بي سي نتورك في نوعين ممكن تعمله، ممكن تعمل اوتو وممكن تعمل الكاستم. الاوتو دي لانك حاجه زي الديفولت بالظبط. الكاستم بقى دي اللي بتعملها عشان تعمل برودكشن. فخلينا نكون عارفين ان الفي امايه دي يعني شغاله على الفي بي سي نتورك اللي في البروجكت ده. تمام. احنا عملناها كده الفي ام 100 قامت اهو 100 100. خلينا نفتح كلاود شيل عشان نتاكد ان هي شغاله، فنشوف هنقدر نعمل لها ار دي في ولا ايه. خلينا نحط كمان دوت نوت باد كده الاول عشان خاطر محتاجين نعدل فيها شويه حاجات. الزون محتاجين نجيب الزون. شفت بقى اللفه اهي. بس احنا يعني ايه سهله. احنا ممكن نسيت ممكن احنا ممكن ما نستخدمش فلاج الزون ده اصلا افتكر يعني. خلينا ما نستخدموش، خلينا ما نستخدموش خالص يعني. بص امسح كده فلاج الزون ده. نروح نجيب اسم الانستنس كده. دي الكوماند اللي بتخلينا بنقدر نشوف الويندوز سيرفر قام ولا ايه من الاوتبوت. لما بيكون قام يجيب لك اوتبوت معين. ديد يومين يوروب ماشي. شفت هو مش عايزين نكتب الزون هو. لا محتاجين نكتب الزون. ماشي. ده معمول له كرييت. لازم الواحد يعمل فيها كده عمل فلفص بس يعني مش مشكلة. آه زون ايكوال دي الزون يا عم اللي تدور فيها يا عم. ماشي يا عم يا ايه يا اللي فاهم. يلا. لسه الويندوز سيرفر ما قامش. بيكون قام بيقول لك ان هو جاهز. خلينا نديله دقيقة دقيقتين كده. ويندوز برضو ايه بياخد وقته يعني غير لينكس. جرب تاني. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنعمل ريسيت للباسورد. هنعمل ريسيت للباسورد عشان ما عملناش الباسورد بتاع الويندوز سيرفر. وانا هعمل له ار دي بي كونكشن من الويندوز اللابتوب بتاعي. انا دلوقتي فاتح الويندوز بتاعي. هفتح ريموت ديسكتوب ابلكيشن واعمل كونكت للويندوز سيرفر اللي انا حاطه على جوجل كلاود. فاحنا هنحتاج نجيب باسورد. هنجيب الباسورد بتاع الادمن بالكوماند اللي بعدها. تعال نشوف الويندوز سيرفر ام ولا ايه. يا الله يا ويندوز. يا الله ما هو انستنت سيت اب فينيشد انستنت كذا از ريدي تو يوز. حلو يا عم. حلو جميل جميل حلو. هنيجي هنا الكوماند دي هنعمل ريسيت للباسورد زي ما احنا لسه قايلين. عايزين بس نعدل فيها شويه حاجات فخلينا ناخدها كده في النوت باد الاول اهو. وبعدين نيجي هنا كده نحط اسم الانستنس الزون الجميله بتاعتنا اهي. سبيس الحلوه يوزر نيم ادمن. ناخد الكوماند نروح في الكلاود شيل عشان خاطر تدينا الباسورد اللي هنقدر نعمل بيه لوج ان. ايوه انا عايز اغير الباسورد. غيره واديهولي بعد اذنك. الباسورد الجديد اهو. ناخد الباسورد الجديد عشان نستخدمه ونفتح بقى ايه بقى ريموت ديسكتوب كونكشن. احنا هنستخدم الابلكيشن ده عشان نكونكت ويندوز سيرفر. اكسترنال اي بي بتاع الويندوز سيرفر اهو. جايين حاطينه هنا كونكت لده. هيقول لي بس انا عايز الكريدنشال. اقول له بس كده سهل. جايين واخدين الباسورد. اه انا خدت تقريبا لاين فوق معاها. باسورد كونكت. ايوه يا عم يس. مش بالك بالحاجه. كله في السليم. بياخد بقى شويه الويندوز سيرفر كده والريموت ديسكتوب كونكشن والحاجات دي كلها بتاخد لها شويه كده. عشان كده اغلب السيرفرز في العالم ما بتستخدم لينكس يعني. قليل قوي لما تلاقي حاجه ويندوز سيرفر يعني. بس هيفتح ان شاء الله. اخد وقته بقى براحته بس هيفتح.
تعال نشوف اللي بعدها قبل ما هو يفتح. اللي بعدها هندخل على اللاب اللي بعدها، اللي هو اللاب اللي بيتكلم فيه different commands بتاع كلاود شيل عشان تقدر تنافيجيت يور واي ثرو كلاود شيل وجي كلاود والحاجات الكويسه دي كلها. يلا يا ويندوز. نجربها. نجربها قبل ما ويندوز يوم، ليه لا؟ نجربها كده في السريع، نقدر نجرب نشرح اللي احنا عارفينه. ماشي، يلا بينا. احنا احنا دلوقتي اهو في الاس اس 8 في الكلاود شيل بتاعه جوجل كلاود. تمام. احنا الكوماندز اللي هناك دي، دول الاربع كوماندز دول بتعمل سيت وجيت للريجن بيهم. لو انت عايز تحط ديفولت ريجن للبروجكت بتاعك بتستخدم دي، اللي هي جي كلاود كونفيج سيت كومبيوت ريجن، وتحط اسم الريجن ورا. حط اسم الريجن بقى، يعني اسم الريجن مثلا في البروجكت اللي احنا كنا فاتحينه ده، او البروجكت اللي مفتوح فين بس الاول. اسم الريجن بيكون مكتوب تحت. هو في ريجنز كتير طبعا، يو اس ويست 1، يعني ده ريجن من الريجنز. هو ده. فانت بتيجي تحط هنا يو اس ويست 1 مثلا، او تروح جاي عامل ران الكوماند دي الديفولت ريجن لاي كمبيوت سيرفيس تعملها جوه البروجكت ده، بتكون هي الريجن دي. عايز تعمل جيت للريجن، انت مش عارف ايه الريجن، حد تاني غيرك عملها، تروح جاي ساد الكوماند دي بدل ما هي ست، تروح جاي عامل جيت فاليو كمبيوت ريجن. عايز الزون نفس الكلام بالظبط، تعمل ست للزون. بتحط زون هنا، يعني مثلا هناك دي زون من الزونز ممكن تحطها، فتروح جاي حاطط هنا زون. فاين بروجكت انفورم. تعال نشوف بس بتاع كده هو الويندوز سيرفر ام. انا بنط من حاجه لحاجه، فخليك معايا توش، اوعى تتوه، اوعى تتوه. تمام. ويندوز سيرفر ام، عملنا له ار دي في، كله في السليم. هل اللاب كان عايزنا نعمل حاجه تاني؟ لا. احنا خلاص كده عملنا ار دي في. ممكن نقفله بقى، يعني نقفله، اقفل. اوكي، مش عايزينك احنا كده. قدرنا نعمل ديبلوي لفيرتشوال ماشين بتران ويندوز سيرفر، وعملنا لها ار دي بي كونكشن نقدر نمانج الويندوز سيرفر ده. تمام. تمام. نقفل اصلا اللاب التاني ده، احنا كده كده مش محتاجينه. ان لاب، اقفل اللاب كله. اقفل برضو الكونسول. هل احنا كنا فاتحين حاجة تانية لها علاقة بيه؟ لا، كناش فاتحين. شكرا يا عم جدا على وقتك. هنرجع لللاب الكبير بتاعنا، سيت اب نتورك اند ابلكيشن لود بالانسرز. نفتحه كده بس بسرعة عشان لو هنتست حاجة. دلوقتي احنا فتحنا ال- ال- الكونسول بتاع اللاب الجديد، اللاب الكبير بتاعنا، سيت اب نتورك اند ابلكيشن لود بالانسرز. نجرب فيه بقى الحاجات التانية اللي احنا، عشان لو هنجرب حاجة احنا اتكلمنا على دول. find project information. project information بيكون موجود ده، البروجكت نيم، بروجكت اي دي، تايب بروجكت بيكون موجود هنا برضو، بروجكت نيم، بروجكت نمبر، بروجكت اي دي. الحاجات دي اعرف ايه كل حاجة فيهم من الدوكيومنتيشن، عشان دي موجودة في الاكزام جايد وبيتسأل عليها. آه عايزين نعرف معلومات عن البروجكت بتاعنا. اتكلمنا ان اللاب ده كله ايه، بيوريك ازاي تستخدم جي كلاود في ان انت ازاي تستخدم جي كلاود عامة اصلا يعني. فعايزين نعرف معلومات عن البروجكت من خلال الكلاود شيل. بنستخدم الكوماند دي جي كلاود config get value البروجكت. نجيب الديفولت فاليوز بتاعه البروجكت دي اللي انا كنت اتكلمت عليها من شويه، بس كنا فتحنا الهيلب بالغلط. اي بي اوثنتيكيشن. كويس. هو دي ده تقريبا فتح شيل تانية غيره. عايزين نعرف معلومات عن البروجكت بتاعنا.
الاكتيف كونفيجريشن از كذا. دي جابت لها بروجكت اي دي، من البروجكت اي دي او من خلال كلاود شيل. لو عايزين نعرف معلومات عن البروجكت كله بقى، هي الكوماند دي عم ادور عليها بقالي ساعه، تايهه مني. ايه بقى الكوماند الطويله دي؟ الكوماند الطويله دي ان هو هي نفس الكوماند اللي فوق جي كلاود كونفيج. لا مش هي نفس الكوماند اللي فوق. هي دي الديسكرايب. تمام، دي الديسكرايب كوماند. جي كلاود كومبيوت بروجكت انفو ديسكرايب البروجكت. بنجيب كل المعلومات اللي موجوده على البروجكت، والحته بتاعه الدولار ساين دي بقى اللي موجوده فوق، دي اللي في الكوماند اللي قبلها دي بتجيب بروجكت اي دي، بتجيبه على طول بدل ما نكتبه مانيوال. انت بتعمل سبستيوشن هنا وجاب لنا كل المعلومات المتوفره عن البروجكت. خلينا نفتح كده ويندو تانية بس عشان الدنيا تبقى واضحه. هو قفش، هو كتير بيقفش كده. اوف. لا، قلبي قلبي كنا نخلص الوقت. ماشي تمام. معلومات كتير بقى، معلومات كتير عن البروجكت بتاعك. عايزين نجيب معلومات كلها، مش هينفع نجيب الحتة الصغيرة دي. افتح يا عم بقى، ما تتعبنيش معاك. has been recovered from existing session. يا عم لا، ايوه هي دي. اطلع تاني كده، نعمل ديسكرايب تاني للبروجكت عشان نجيب كل المعلومات عنه. تلاقي في معلومات بقى كتير بقى، تلاقي في الديفولت زون، الديفولت ريجن، الاس اس اتش كيز، كل حاجه بقى، سواء ديفولت نتورك تير، في بريميوم وفي ستاندرد. دول الاثنين نتورك تيرز بتوع جوجل، اتكلمت عليهم المره اللي فاتت. اتكلمت عليهم المره اللي فاتت. النتورك تير بتاعه بريميوم، الديفولت سيرفيس اكونت بتاع البروجكت، الكوتاز قد ايه مستخدم، قد ايه سناب شوتس مش مستخدم منها اي حاجه. معلومات، كل المعلومات اللي محتاج تعرفها عن البروجكت بتاعك موجودة. setting environment variables دي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، مش محتاجين نعملها تاني. الحاجة الوحيدة الزيادة اللي هي الايكو ده، بس هو بيعمل برنت للبروجكت اي دي، والزون بيعمل برنت للاثنين environment variables دول. الهيلب، اتكلمنا عن الهيلب بالغلط. جي كلاود كومبيوت انستنس كرييت هيلب، ده الهيلب بتاع الكرييت. جي كلاود اتش ده الهيلب بتاع جي كلاود كله. جي كلاود كونفيج ده الهيلب بتاع الكونفيج. جي كلاود هيلب كونفيج ده برضو الهيلب بتاع الكونفيج. بس الفرق انت جايب الدوكيومنتيشن منين؟ جايب الدوكيومنتيشن من جوه كومبوننت الكونفيج، ولا جايب الدوكيومنتيشن من المانيوال اصلا الكبير اللي موجود في جي كلاود؟ هي دي الفرق بين الاثنين دول. عامة يعني عايز تستخدمهم استخدمهم، ده المانيوال بس. طبعا اسهل ان انت تستخدم شات جي بي تي، تستخدم جيميناي، تدور اونلاين، تدور على ستاك اوفر فلو، تسرش جوجل كده. اسهل انك تجيب كوماندز. عايز تنافيجيت جوه المانيوال نافيجيت، يعني هو كده كده هو الستاندرد، وشغل بقى المان بقى، مش شغل اجانب، شغل ناس المان كده على طول، يعني ما بيهزروش. ليست بروجكت كونفيجريشن، عايزين نعمل ليست الكونفيجريشنز بتاعت البروجكت. اهو الكونفيجريشنز بتاعت البروجكت، الاكونت، الجي سي اي، ميتا داتا، ريد، تايم اوت، سكند، 30، ديسيبل، ابديت، تشيك، سكرين ريدر، ترو. دي كلها حاجات بقى يعني ليها علاقة بالكونفيجريشن والشيل والكلام ده. عايز تسرش على كل حاجة فيهم سرش أكتر، بس يعني مش محتاجينها. اول دي عامة، فلاج اول دي بتستخدم لما ايه، عايز تجيب المستخبي. يعني بص، هي الكوماند اللي فوق، بس زودنا عليها اول، هتلاقيها مطلعة حاجات كتير قوي، حاجات كتير جدا يعني. الانست اصلا حاجات كتير جدا يعني. ليست الكومبوننتس اللي موجوده جوه الكلاود، اللي هي الحاجات اللي بتتكتب بعد جي كلاود. نكتب جي كلاود كونفيج، ايه الكومبوننتس؟ الكونفيج ده كومبوننت. ايه الكومبوننتس اللي موجوده في جي كلاود اب؟ بايثون اكستنشن، في ايه كمان، اب جافا اكستنشن، في ايه، في كوبرنيتيز برضه، بيك تيبل، كوماند لاين تول، بيك كويري كده يعني. تمام. فلتر اوتبوت. الفلتر اوتبوت ده بقى هي نفس الكوماند اللي فوق اهي، بس فرق ان احنا زودنا الفلتر دي عشان خاطر تقدر تعمل فلتر للاوتبوت يطلع لك الحاجات اللي ليها علاقه بالاوتبوت ده بس. فاحنا هنا بنعمل ليست للكمبيوت انستنسز اللي موجودين عندنا في البروجكت، وبنعمل فلتر للانستنس اللي اسمها جي سي اي لاب 2. احنا ما عندناش اصلا يعني
انا البروجكت ده انا لسه فاتحه، فما فيهوش اصلا فيم انستنسز. يعني احنا لو بص، لو احنا استخدمنا دي كده من غير الفلتر، هتلاقيه ما طلعتش حاجه. لو رحنا على الكونسول هتلاقيها برضو ايه، ما طلعتش حاجه، عشان احنا ما عندناش، ما فيش في امات مشغلينها. بص ليست زيرو ايتمز، اروح هنا كده يا باشا، سنسس، ايوه يا باشا شكرا. صح، مفيش حاجه، احنا ما عندناش اصلا. بس هو بيوريك ان انت بتقدر تلست الفي ام انستنسز اللي عندك، ولو هم كتير تقدر تعمل فلتر بالنيم، يعني تطلع اللي اسمها كذا بس، بدل ما هم يكونوا كتير وتقعد بقى تضيع عينك والجو ده. ليست فاير وول رولز، عايز تشوف الفاير وول رولز اللي موجوده في البروجكت بتاعك. مهم. 4 فاير وول رولز بتوع الديفولت في بي سي نتورك، اللي هم الاوفرلي بيرميسيف. بص في واحد فيهم هنا مصيبه. آه، انهي واحد؟ هم كلهم مصايب عامة، لأن كلهم بيألاو اكسس من أي حتة، من أي حتة. يعني أنت مثلا لو بصيت على ديفولت الاو اس اتش ده، لو رحنا تعالى نروح نبص على كده في الكونسول بسرعة كده. أنا عارف إن أنا عمال هموت وأطلع بره الموضوع، بس الحتة دي هي جت لازم نتكلم عليها بصراحة. في بي سي نتوركس، ديفولت نتورك، فاير وولز. بص مثلا حاجة زي الاو اس اتش ده مثلا، تعالى نفتح كده الاو اس اتش. بص السورس اي بي رينج ايه، اي اي بي في الدنيا في العالم يقدر يكونكت عليه. دي حاجه سكيورتي وايز ديزاستر، يعني مش موجوده. كده كده عمرك ما تستخدم الفي بي سي الديفولت في بي سي نتورك دي في البرودكشن، مستحيل تستخدمها. نرجع تاني لموضوعنا. عملنا ليست الفاير وول رولز بالكوماند دي. عايز تعمل فلتر، هي بص هي نفس الكوماند ده، بس فرق عملت فلتر. لو عندك كذا في بي سي نتورك وانت عايز تشوف النتورك اللي هي ديفولت نتورك بس، تعمل فلتر كده، نتورك ايكوال ديفولت، فكان طلع لك ديفولت. بس احنا اصلا عندنا في بي سي ديفولت بس، فالاوتبوت بتاع ده هو الاوتبوت بتاع اللي فوقيه كده كده يعني. اللي تحتها بتعمل فلتر للنتورك، وبتعمل فلتر بالرول اللي بتالاو الاي سي ام بي. اي سي ام بي بروتوكول بيستخدم للتستنج والترابل شوتنج. يعني بتعمل بينج لماشين، هو الاي سي ام بي هو اللي بيعمل بينج. فخلينا كده نران دي كده بسرعه. انجريس، الاو اي سي ام بي. انجريس يعني جوه الحاجات اللي داخل البي ام، اجريس يعني الحاجات اللي طالعه. البرايورتي بتاع كل فاير رول، رول كل ما يقل كل لما يبقى لها برايورتي اعلى. تمام، يعني احنا دلوقتي لو عندنا فاير وول رول بتالاو حاجه، البريورتي بتاعتها 1000، وفاير وول رول بتديناي حاجه البريورتي بتاعتها 999، البريورتي بتاعتها اعلى هي اللي هتتعمل مش اللي اقل، عشان ده اتنين فاير وول رولز كونفليكتنج، اللي البريورتي بتاعتها اقل هي اللي بتشتغل. دي حاجات بتعوزها بقى لما عندك بي سي نتورك كتير، او عندك اورجانيزيشن وعندك شركه، بتعوز كل الكرين ديتيلز دي. آه، احنا هنا في اللاب ده كنا عملنا اد لفاير وول رول، عشان فاكر التشيك، احنا كنا عملنا تشيك كده. التشيك ده خلانا نقدر، عمل هو اد فاير وول رول اوتوماتيكلي. احنا هنا بناد الفاير وول رول مانوالي. فاحنا عايزين بصراحه نجرب الحته دي، فخلينا نعمل في امايه كده في السريع. يعني كده نستخدم الكوماند لاين، بدل احنا عايزين نعمل حاجه في السريع نستخدم الكوماند لاين. فين في ام كريشن اهي، دي بتعمل في ام كريشن. هل احنا هطلع لنا ايرور عشان الزون ولا لا؟ مش فاكر صراحه. يعني هنا عاملين سيت لزون ولا لا؟ فخلينا نمسح خالص ابتعادا عن الايرور ونحطها مانيوالي. الزون بتاعتنا يو اس ايست 1 سي. تيجي هنا تحط كده كارية البي ام ماية عشان نجرب موضوع الفاير وول رول. وهنحتاج برضو ننزل عليها انجينكس، محتاج ننزل عليها برضو انجينكس عشان نشوف ان هي ازاي مانوالي
بتتعمل يعني بتتقاد، فاحنا عادي هنرجع برضو هنزود عليها انجن اكس وكله في السليم، ولا اي حد يقلق ولا اي حد اي حاجه. احنا شغلنا الفي ام 100، تيجوا بقى اس اس اتش للفي ام 100. نروح جايين عاملين اس اس اتش للفي ام 100. هو ده عيبه بقى، بص انا كل مره احتاج، اوبا، سكيب، موف ماوس تو ذا توب، اقفل ده يا عم مش عايزينه كبير كده. كل مرة هحتاج اروح اجيب ده، هي عشان كده احنا بنعمل سيت للزون. ف اس اس اتش ريفيو ما يا باشا، عشان ننزل عليها انجن اكس. ايوه، اعمل الاس اتش كيز، مش عايزين باس فريز، مش عايزين باس فريز. فين الكوماندز بتاعت الانجن اكس؟ محتاجين نعمل ابديت الاول للاو اس. ابديت يا باشا الاو اس. محتاجين نعمل انستول للانجن اكس. انستول للانجن اكس. تعالوا بقى نروح اول لما الانجن اكس ينزل بس. احنا الفيرتشوال ماشين بتاعتنا ايه؟ الفيرتشوال ماشين بتاعتنا اللي هي اسمها ده، اسمها جي سي اي لاب 2. فاحنا خلينا نيجي هنا كده على الكونسول، نجيب الاي بي بتاعها ونحاول نفتحها. المفروض دلوقتي شغال على انجن اكس، مش هتفتح. مش هتفتح لان انت ما ينفعش تعمل اتش تي بي ريكويست عليها. آه، اهو استنى الاي بي كده، اتش تي تي بي. اها، افتح كده continue to site، continue to site، continue to site. مش هتفتح. مش هتفتح معاك عشان خاطر هي ما. تعال ندخل كده نبص عليها جوه، نبص على الفي ام نفسها. في configuration networking، بص فاير وولز كله اوف، اتش تي بي ترافيك اوف، اتش تي بي اس ترافيك اوف. لود بالانسر ده هنتكلم عليه على طول في اللاب اللي جاي ده اوف. فاحنا عايزين بقى ايه؟ عايزين نعمل حاجه اسمها نتورك تاج. ايه النتورك تاج ده؟ النتورك تاج ده حاجه بتبقى موجوده في حتتين. حاجه بتبقى موجوده في الفاير وول رول، وحاجه بتكون موجوده في الفي ام 100. حلو. حلو. ليه بقى؟ عشان خاطر تطبق الفاير وول رول دي على الفي ام 100 دي. هي دي الفكره بتاعت النتورك تاج. فاحنا خلينا نرجع لمرجوعنا، ان احنا هنا add firewall rule to allow HTTP traffic on TCP/IP. add tag to ده VM. حلو. هن add tag دي G Cloud Compute Instances add tags للانستنس بتاعتنا. التاج هيبقى اسمها كذا. حلو. نروح هنا، هنطلع كده من الاس اس اتش دي، exit، ندخل هنا كده. ادي يا باشا التاج. عايز نكتب الزون ولا ايه؟ مش فاهم. فيديو مين؟ لا. شوف، المشكلة إن إحنا مش عاملين سيت للزون. خلاص ما تعملش حاجة، نعمل سيت للزون الأول. هنا بقى الواحد بيعرف إن هو ليه بيمشي ورا اللاب، عشان المشاكل اللي بتطلع دي، بس كله يعني تحت السيطرة كده كده. الليجن بتاعتنا يو اس ايست 1. ديفولت زون بتاعتنا هي ايه الديفولت زون اصلا؟ بتاع السي. سي ماشي. ديفولت زون بتاعت دي هي سي، وهي فعلا سي. حلو. نعمل بقى نقابل فاير وول، نقابل تاج، سكيورتي تاج للانستنس دي. بيجي عليها اسئله على فكره، الامتحان بيقعد يفرق لك ما بينها وما بين الليبل. في حاجه تانية كده اسمها الليبل، فخد بالك من السؤال ده. جي كلاود كمبيوتر تاجز نو تشينج ريكويست سكيبنج ابديت. تيجي نشوف التاج اتقدت ولا لا. Ping. اهو التاج اتقدت. تمام. كنا احنا بنعمل ايه؟ كنا بنقال التاج عشان كنا هنا. ايوه هنا كده.
ادي التاج. وبعد كده هنعمل كرييشن الفاير وول رول. ازاي بقى؟ جوجل كلاود كومبيوت فاير وول رولز. هنعمل كرييت فاير وول رول اسمها ديفولت الاو اتش تي بي. الدايركشن بتاع دي كلها فلاجز. الدايركشن بتاعها انجريس الحاجات اللي داخله جوه الفي ام، البريورتي بتاعها 1000، النتورك بتاعتها ديفولت ما عندناش غير النتورك دي اصلا. الاكشن الاو يعني هتالاو مش هتديناي. الرولز تي سي بي بروتوكول بورت 80 سورس رينجز اي سورس جاي من اي حته في الدنيا. التارجت تاجز هي دي. يعني انت الفي ميل اللي تلاقي عليها التاج ده طبق عليها الفاير رول ده. بس كده، دي الترجمه يعني بتاعتها. احنا نيجي هنا كده. الفاير رول حلو جدا. بيقول لك بقى ليست. يعني احنا كنا شفنا احنا ازاي بنليست الفاير وول رولز فوق، مش فاكرين نعملها تاني. وبيقول لك فيريفاي الفي ام كونكشن. عايزين نفتح نشوف الفي ام اشتغلت ولا ايه. يعني المفروض فتحناها كده، عملنا السورس رينجز اي رينج في الدنيا. فانا اي رينج في الدنيا البي سي بتاعي اي رينج في الدنيا. تعال نشوف هيفتح ولا لا. تعال نجيب بس الاي بي بتاعها الاول. انت يا في ام ايه الاي بي بتاعك؟ استنى الاي بي باذنك. احنا فتحنا، هي فتحنا اتش تي تي بي. اتش تي تي بي ده كده كده كده. ويلكم تو انجينكس. حلو. فاير وول رول عملنا لها اديشن مانولي بدل ما احنا كنا بنعمل تشيك قبل كده. بيقول لك بقى بعد كده ان انت ازاي تدخل على اللوجز. جي كلاود لوجينج لوجز ليست. تعمل ليست لكل اللوجز اللي موجوده. هنا مثلا ممكن. لا. ايه ده؟ كوبي سي. يا عم ما تعملش كوبي هنا. تعبني معاه والله. لوجز ليست. دي كل اللوجز اللي موجوده عندنا. لو انت عايز تعمل ليست، تعمل فلتر بقى بالكمبيوت اللوجز اللي ليها علاقه بالكمبيوت. تعمل فلتر اهي. اللوجز اهي. عايز تقرا اللوجز. جي كلاود لوجينج ريد. ريسورس تايب اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالفي ام انستنس. ليميت يعني تخليها اول 5 بس. حلو. عشان ما تبقاش لوجز كتير يعني. تقدر تظهر على السكرين. دي اهي اللوجز اهي. بص اللوجز اهي بتاعت الانستنس دي اللي احنا في الكوماند اهي. الجي سي انستنس اللي هي ان هي في ام انستنس. اي في ام انستنس طلع اللوجز بتاعتها واعمل لها ليميت بخمسه. كده احنا بصينا على اللوجز. اللي تحتها بتفلتر بس بتزود الفلتريشن. هي نفس الكوماند اللي فوقيها. بس زودت ان انت عايز الفي ام انستنسز اللي اسمهم جي سي اي لاب 2. فمش هنعملها يعني، انت بس حاجات في الفلتريشن. ندخل بقى على البيج بوس. ندخل على المعلم الكبير. النتورك لود بالانسرز والابلكيشن لود بالانسرز. نكمل بقى في اللاب بتاعنا. ندخل بقى على المهم. مش المهم، كل فان مهم بس هندخل على الكبير. سيت اب نتورك اند ابلكيشن لود بالانسرز. اول حاجه هنعمل نتورك لود بالانسر. تاني حاجه هنعمل ابلكيشن لود بالانسر. يلا بينا نبتدي. يلا بينا نبتدي. اول حاجه خالص محتاجين نعملها ان احنا هنعمل انستنس تمبلت. ايه بقى انستنس تمبلت؟ احنا مش اول حاجه هنعملها انستنس تمبلت، احنا هنعملها بعدين. احنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل كذا انستنس. هنعمل كذا انستنس عشان هي ايه فكره اللود بالانسر اصلا؟ فكره اللود بالانسر ان انت الترافيك. يعني فكره النتورك مثلا لود بالانسر ان انت الترافيك مش كلها تروح على في ام واحده بس. الترافيك تروح على الفي ام الافضل. انت فاهم قصدي؟ اللي هي دي فكره الهوريزونتال سكيلينج. ان انت بيكون عندك كذا في ام. يعني انت مثلا عندك ويب سايت جامد واتشهر فجاله ريكوستات كتير كتير كتير. ف انت محتاج تعلي البرفورمانس بتاع الويب سايت ده. زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها فيرتيكال سكيلينج ولسه برضه موجوده دلوقتي، بس هو فكره الكلاود اصلا في الهوريزونتال سكيلينج. فبيعملوا فيرتيكال سكيلينج. ايه بقى بيعملوا فيرتيكال سكيلينج؟ بيجيب سيرفر تاني. هو كان عنده سيرفر صغير كده في سي بي يو صغيره في رام صغيره في ستورج صغيره.
الويب سايت اتشهر وكبر، الحاجات دي ما بقتش مكفيه، فبيجيب سيرفر اكبر، سيرفر اكبر في سي بي يو اكبر، في رام اكبر، في ستورج اكبر. فده اسمه فيرتيكال سكيلينج. ده مشاكله بقى ايه؟ مشاكله ان انت طبعا لازم عشان خاطر تغير لازم تقفل، فاهم الحاجه؟ يعني انت عشان تشيل الترافيك من هنا توديه هنا، ما اعرفش كان ليها حل ولا لا بصراحه. الموضوع ان انت تقفل السيرفر ده، بس دي فكره الفيرتيكال سكيلينج. هوريزونتال سكيلينج ان انت كل ما الابلكيشن بتاعك بيزيد اكتر اليوز بتاعه، بتزود في امات. فاهم؟ يعني انت احنا هنا عندنا هنعمل 3 في امات، الترافيك ممكن تروح لاي في ام منهم، والفي ام دي تسيرف الابلكيشن بتاعنا. فانت كده، والترافيك هتتقسم على حسب انهي في ام فيهم تستحمل، عشان في ام ما تبطأش، عشان ما نحملش على واحده نسيب واحده فاضيه. فانت بتبالانس اللود على كذا في ام. ده الهوريزونتال سكيلينج، ان انت بدل ما تكبر السيرفر ان انت تجيب سيرفرات تانية كتير صغيره. فانت سيرفرات تانية كتير صغيره دي بتحتاج لها بقى ايه؟ بتحتاج لها عسكري مرور. عسكري مرور يوقف الترافيك، يقول الترافيك ادخل يا ترافيك من هنا، يا ترافيك ادخل يا ترافيك من هنا، يا ترافيك ادخلي من هنا، ده افضل، ده افضل، ده افضل. بتدخلك على الفي ام الافضل. فهي دي فكره اللود بالانسرز عامه. فاحنا دلوقتي هنعمل 3 انستنسز عشان نبتدي نشتغل على النتورك لود بالانسر. هنعمل انستنس اسمها ww1، انستنس اسمها ww2، انستنس اسمها ww3. كل انستنت فيهم ليهم تاج. يعني تعال ندخل على انستنس كده. اول واحده اللي هي ww1 دي، الزوم بتاعتها هنجيبها من هناك من على اللاب. التاجز بتاعتها نتورك ال بي تاج. التاج ده احنا عارفين ان التاجات بتستخدم في الفاير وول رولز، فهنستخدمها بعدين. تمام، بس احنا عارفين دلوقتي ان هي ليها التاج ده. الماشين تايب بتاعها كذا، الايمج فاميلي بتاعت لويس كذا، الايمج بروجكت كذا. السكريبت ده الستارت اب سكريبت، اللي هو اول لما الفي ام تقوم تروح جاي عامل الحاجات دي، بيروح جاي منزل اباتشي سيرفر، ويروح جاي حاطط بس كده، عامل ويب سايت كده بسيط خالص، يقول لك بس دي انهي انستنس فيهم، عشان لما تيجي تجرب اللود بالانسر هنقعد نجرب، ندوس ريكوستات. هناخد بالنا ريكوستات مره بتروح لفي ام 1، مره بتروح لفي ام 2، مره بتروح لفي ام 3. في حته الستارت اب سكريبت دي معموله عشان كده، بس عشان لما نيجي نجرب نعرف نفرق بين الفيمات المختلفه. فخلينا نبتدي ونكريت ال3 فيمات الحلوين بتوعنا دول. احنا هنحتاج نغير الزون دي. تعال نغير الزون الاول. كنترول اف زون يو اس اي ستون سي. ماشي. الزون دي باور في الزون دي، وانت برضو الزون دي. طب ممكن نعمل الموضوع ده بان احنا نحط الفاريبل، بس عادي يعني مش كله في الاخر بيشتغل. هناخد الكوماند الحلوة دي، نروح على الكلاود شيل. الله، كلاود شيل كريت لنا الفي ام الحلوة دي. بعد كده هندخل على ندخل نكريت الفي ام التانية اللي بعدها. خلينا نستفيد بالوقت كده. حلو، في ام كريتد. خد كوبي، بص خد كوبي عشان انا دوست دوسة بس. كريت الفي ام التانية دي بعد اذنك، وكريت الفي ام التالتة دي بعد اذن سيادتك. التانية كريتد، نكريت التالتة. انتر. ماشي. على طول هو احنا بنعمل فاير وول رول اللي التاج ده محطوط عشانه، اللي هو بيعلقوا الاكسترنال ترافيك للفي ام انستنسز دي. فاير وول رول هيبقى اسمه www داش firewall داش network داش ال بي. التاجز بتاعته كذا، وبيقلاو تي سي بي، بروتوكول التي سي بي على بورت 80. يعمل فاير وول رول طبع الفي امات.
هو كان عايزنا نجيب الاي بي بتاع كل بي ام فيهم ونشوف يعني الويب سايت عامل ازاي. احنا مش محتاجين نعمل الحته دي، هو الويب سايت بيكون مكتوب فيه انا في ام اللي اسمها كذا، انا عايزين نبص عليها عادي، نبص عليها. تعالوا نبص على واحده فيهم على الاقل. طيب بسرعه كده. ناخد الكوماند دي كيرل. عايز نفتح، ممكن نفتح اللينك فوق في البراوزر. ممكن نعمل كيرل، ده بيبعت لنا، بيطلع لنا الريسبونس بتاعت ال HTTP ريكوست في الكوماند لاين. تعال نعمل كيرل. اي بي ادرس بتاع اي واحده فيهم، عايزين انهي واحده؟ عايزين مثلا دي التالتة دي، اكسترنال دي. ماشي. شكرا. كل دي يا باشا كده هتلاقي مرجع لك، وهنفتحها برضو فوق في البراوزر. بص بيقول لك ويب سيرفر www. تعال نفتحها بقى فوق. HTTP. انا بصينا على دي قبل كده، يعني بصينا احنا على الموضوع قبل كده. هو ليه عمل كده؟ اه عشان انا كاتب كيرل. تمام سوري. HTTP اللي هو ده. اه تمام. افتح. هيقول لك ده HTTP مش HTTPS. هقول له عادي يا عم، ما تشغلش بالك، السيرفر بتاعي اصلا اهو بيقول لك ويب سيرفر www3. تمام. نبتدي بقى كونفيجريشن في النتورك لود بالانسر. النتورك لود بالانسر تعال نتكلم الاول عنه، بعدين عشان ناخد فكره بس هيبقى عامل ازاي، بعدين نعمل كوماندز ونعمله. اول حاجه دي، احنا بنعمل ستاتيك اي بي. اللود بالانسر ده متوصل بيه من ورا الثلاث في امات، بس هو واحد، هو حاجه واحده. واحنا الكاستمرز بتوعنا بيجوا يكونكتوا الويب سايت محتاجين اي بي واحد، فاحنا بنكريت الستاتيك اي بي ده عشان نحطه في الواجهه. حلو حلو، دي اول واحده. تاني واحده بنعمل هيلث تشيك. هيلث تشيك ده اللي بيقرر انهي ده جوجل سيرفيس. حلو، جوجل كلاود سيرفيس بتاع جوجل كلاود، هي دي هم يعني ايه سيرفيس على جوجل كلاود هم مديهم لنا. فاهمني؟ ده اللي بيقرر الترافيك تروح لاني في ام. ده اللي بيروح على الفي ام دي يشوف اللود عليها قد ايه، تبديل لود عليها قد ايه، تبديل لود عليها قد ايه. وده اللي بيقرر اني في ام اللي تروح لها ترافيك دلوقتي، اللي هو الايه، اتش تي في هيلث تشيك. بعد كده التارجت بول ده اللي هو البول اللي انت بتحط فيه الفي امات. عندنا ثلاث في امات هنحطها في البول ده، عشان ده البول اللي فيه الفي امات اللي اللود بالانسر يختار منها في اماي. هناد الانستنسز للبول. اد فوروردنج رول. هناد فوروردنج رول بتقول ال ان عشان تودي الترافيك على البول. تمام. الموضوع شويه يعني ايه، في تفاصيل كتير، عشان كده احنا بنشرحه في الاول. فالفوروردنج رول دي هتستخدم في ان هي تودي الترافيك على البول اللي جواها الفي ام انستنسز. تمام. بعد كده send traffic to instance. خلاص احنا كده بنكون خلصنا النتورك لود بالانسر. بنجربها بقى، فخلينا كده نشتغل عليها. اول حاجه احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل static اي بي ونشيله عشان هنجربه بعدين، نحتاجه بعدين يعني لما نيجي نجرب. اعمل لنا يا باشا بعد اذنك كده. انت عملت كوبي برضه صح؟ انا بدوس كتير بصراحه. ستاتيك اي بي. الريجن، شفت الريجن انا عشان كده بيتعمل سيت للريجن في الاول عشان ما يقعدش الواحد كل شويه يروح يقعد يجيبها كده. السنه كسول ومش هعملها بقى. الاي بي ادرس بتاعنا محتاجين نعرف بقى اكسترنال اي بي ادرس فور يور لود بالانسر. طب احنا عايزين نعرف الاي بي ده، دي ما كانتش موجوده في اللاب ولا ايه؟ create configure the load balancing service. create ده legacy. احنا بنعوز نعرف لو يمكن يكون في ستيب تانية. ممكن يكون في ستيب تانية تعالى نكمل زي ما احنا. حلو. هنعمل بعدها ايه؟ هنعمل HTTP health check. ده اللي بيبص على كل في مايه ويشوف انهي واحد فيها تستحمل لود جديد. تمام. جي كلاود كومبيوت HTTP health check create basic check. هنعمل التشيك اللي اسمه basic check. تمام. بعد كده هنعمل البول اللي هنحط جواها تعالى نجيب الريجن بسرعة كده. كنترول اف
سبيس دي كلاود كومبيوت تارجت بولز كرييت بول اسمها كذا، الريجن بتاعتها كذا، الهيلث تشيك بيجيت اتاتشد للبول كلها. تمام. نعمل البول بعد اذنك. في كلاود بيزك تشيك unrecognized argument بيزك تشيك. انت مش شايف البيزك تشيك مع ان احنا لسه عاملينه من يا دوب مفيش حاجة. انت بتفتكر ده ليه علاقة بان احنا، او البيزك تشيك لسه معمول فوق ده، تفتكر ليه علاقة بان احنا مش عاملين سيت للزون في الاول؟ الموضوع ده انا قاعد مش عارف ليه قاعد احارب ضده قوي كده. تعالى نعمل سيت للزون والريجن كده بسرعة عشان خاطر نتجنب كل المشاكل دي. بعد كده تعالى نبتدي تاني الأول. احنا كده كده الاكسترنال اي بي ادرس عاملينه في الريجن بتاعتنا صح. تعالى نعمل نقل اتش تي تي بي هيلث تشيك تاني. سورس كذا اوريدي اكزيست، الهيلث تشيك اوريدي موجود. طب ليه ما كانش شغال لما جينا نزوده هنا؟ ريجن يو اس ايست عشان سبيس. في سبيس، بص بص، سبيس دي. كده هنعمل كرييشن للبول اللي جواه الفي ام انستنسز. تمام. هنحط بقى الانستنسز جوه البول. تمام. ثلاثة انستنسز اللي كنا عاملينهم فوق. الفوروردنج رول دي اللي هتودي الترافيك للبول. تمام. نوت فيتش. انا مش كاتب، انا الريجن برضه مش كاتبها. كده الواحد يبقى يعمل على طول بتاع كده، يعمل على طول environment variable. عشان ده بقى انتوا شايفين دلوقتي مثال عملي لليه احنا بنعمل environment variables. عملنا الفوروردنج رول. هنروح بقى نتست بقى الستيب الجاي ان احنا نتست. فيو ده اهو، هنجيب الاكسترنال اي بي بتاع الفوروردنج رول يوز باي ذا لود بالانسر اللي هو الستاتيك اي بي اللي احنا عملنا له ست. طب هو ايه اللي وصل الستاتيك اي بي ده اللي هي الفوروردنج رول؟ كل بقى التفاصيل دي. يعني انت التارجت بول حاطينه جوه الفي ام انستنسز والهيلث تشيك. آه يعني بص اهو، دلوقتي فورورد جرول ادرس حاطين جوه الستاتيك اي بي اصلا على طول. فده اللي وصل دي بدي. لازم نسال الاسئله المهمه دايما. نجيب الاي بي بالكوماند دي جي كلاود كومبيوت فوروردنج رولز ديسكرايب. طلع لنا الرول الريجن اللي تعباني في حياتي محتاجه سبستيوت مكانها. فوروردنج رول هيعمل ديسكرايب للفوروردنج رول اللي هو اللي اسمه كذا، اللي احنا لسه عاملينه كرييت، اللي هو اللي اسمه www داش رول اللي في ريجن كذا، ده اللي احنا لسه عاملينه كرييت من مفيش يعني، بس عاملينه كرييت حالا. طلعنا الاي بي يا عم عشان خاطر نروح عليه. فين الاي بي ادرس؟ اي بي ادرس اهو. ادي الاي بي ادرس اهو. تعالى ناخده عندنا في النوتباد. ماشي. environment عايزنا نحط الاي بي في environment variable. هو اللي هو عامله ده دي حاجات عشان خاطر يعني شايف انت، انا طلعتها مانيوال، انا قعدت اضايق عيني كده اطلعها. هو راجل برنس ما بيضايقش عينه. الجيسون فايل ده بيخلي جي كيو دي تول بيخلي جي كيو يبارس الجيسون فايل ويطلع منها الاي بي ادرس. عايزين ممكن نعمل يعني بدل ما انا كده كده خدته اصلا. تعال نعملها. تعال نعملها ايه يعني حاجات برضو بتريح. ريح الواحد. ريجن. الريجن محتاجة تعمل لها ست. أنا آسف إن أنا ما عملتش ست للريجن، أنا بعتذر.
من كل قلبي والله ان انا ما عملتش من بدري environment variable اسمه region، بس المره الجايه ان شاء الله هعمل. فاوند في حاجه في السبيسنج اكيد يعني، مش حاجه غير هتغير اصلا. عملنا environment variable اللي اسمه اي بي ادرس، جوه الاي بي ادرس عايز تعمل له برنت نعمل له برنت، احنا كده كده شفناه اصلا. دي هنقعد بقى ايه بقى، نقعد نسند ريكوستات للاي بي ادرس ده. الريكوستات بتاعت الاي بي ادرس ده هتروح للفوروردنج رول، الفوروردنج رول هتروح للبول، البول هيختار انهي في ام انستنس، الهيلث تشيك هو اللي اختار انهي في ام انستنس يتبعت لها الحاجه. تمام، دي السايكل بتاعت الموضوع. آه الكوماند دي، لا مش دي، رول سي اللي تحت دي، وايل ترو يعني هيقعد يبعت اتش تي تي بي ريكويست للستاتيك اي بي ادرس اللي هو على وش اللود بالانسر ده، وايل ترو هيقعد يطلع على طول لحد لما احنا ننتربت. بص 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 بيتبعت ايه، واحد اتنين تلاته، شايف بيدخل على كام سيرفر، بيدخل على السيرفرز ازاي بالتدريج، يعني بيحصل لود بالانسنج للريكوستات على السيرفرز. يعني نعمل انتربت كده، احنا عملنا النتورك لود بالانسر وعملنا له تيست كمان. ندخل بقى على الابلكيشن لود بالانسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل على الابلكيشن لود بالانسر. في حاجه اسمها انستنس تمبلت. الانستنس تمبلت ده ايه، احنا كل شويه عمالين نعمل انستنس من الاول، نكتب الماشين تايب بتاعته كذا، الريجن بتاعته كذا، مش عارف ايه. وانت ممكن تعمل تمبلت وتبقى تقعد تكريت منها بقى شويه، اعمل لي من التمبلت دي انستنس سميها كذا، اعمل لي التمبلت دي انستنس اسمها كذا. وفي حاجه تانية اسمها مانجد انستنس جروب. ممكن انت تستخدم التمبلت دي في ان انت تعمل انستنس جروب. الانستنس جروب دي هتحدد فيها كام انستنس، والانستنس دي كلها هتبقى معموله من التمبلت ده. تمام، ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. يعني احنا اتفقنا الانستنس تمبلت بتاع كاريت منها انستنسز بنفس الكونفيجريشنز، والمانجد انستنس جروب بتستخدم التمبلت، بتقول لها من التمبلت ده اعملي لي مثلا، ممكن تعمل مينيمم وماكسيمم. مينيمم عايز عندي في ام 200، ماكسيمم عايز عندي 10 في امات، وهو بقى مانجد، هي مانجد سيرفيس، فهو بيقعد يعلي ويوطي في عدد الفي امات على حسب اللود، على حسب الترافيك اللي جايه له. تمام. احنا دلوقتي نغير الريجن. انا والله هموت واعمل environment variable اسمه ريجن. تيجي نعمل واحد. ايوه، تعال ناخد ده كده كوبي، نسميه ريجن، نحطه جواه الريجن، ونعمل واحد تاني للزون. ايه ده، الزون، والزون بتاعتنا كانت سي. نزود هنا كده داش سي. حلو، عشان بقى نخلص بقى من الحكايه دي. بس هنحتاج برضو كده كده على فكره نزود دولار ساين، بس يعني اسهل برضو شويه. احط لي يا عم ده كده، واحط لي ده كده. ماشي، هنحتاج بس في الكوماند دي هنا اللي كان تحت خالص كيت ابلكيشن لود بالانسر، هنحتاج هنا كده راح جاي مزود ليك دولار ساين بس كده. حلينا مشكله الريجن اللي انا عمال اعمل. فالانستنس تمبلت ده هيبقى فيه ايه، في الريجن، في النتورك، في السب نتورك اللي احنا ما عندناش غير الديفولت في بي سي نتورك، فيها التاجز ان هو يلاو الهيلث تشيك، لان الهيلث تشيك ده سيرفيس. هنعمل لها فاير وول رول، هنعمل لها هنا فاير وول رول، لان هو سيرفيس وبيجي من خلال تي سي بي. فانت محتاج تحط في الفاير وول برضه. يعني هو سيرفيس، بس انت محتاج، انت اللي بتمانج الفي امات بتاعتك. هي دي فكره الفي امات، ان انت ايدك في الموضوع قوي يعني. التاجز الاو هيلث تشيك، ماشين تايب اي 2 ميديوم، ايمج فاميلي ديبيان 11، ايمج بروجكت ديبيان كلاود، ستارت اب سكريبت.
الستارت اب سكريبت ده آه، كان برضو بيعمل ويب سيرفر. بحيث ان احنا هنستخدمه في التستنج بعدين عشان نقدر نشوف الابلكيشن لود بالانسر بتاعنا شغال ولا لا. يلا نرن. يلا يا باشا نرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الستيب اللي بعدها نعمل انستنس جروب. بص بقى الانستنس جروب، جي كلاود كومبيوت انستنس جروبس مانجد كرييت انستنس جروب اسمها كذا. التمبلت بتاعها التمبلت اللي احنا لسه حاطينه فوق، السايز بتاعها 2، عايزين فيها بس 2 انستنسز. والزون اللي هي الزون، تعالى نزود انفايرمنت فاريبل، نزود الدولار ساين عشان يفهم دي انفايرمنت. عمل لنا التمبلت اهو. نيجي هنا نقول له كاري انستنس جروب. مش كان دي ساعات بتاخد وقت، فلو خدت وقت هحتاج اعمل كات للفيديو، اعمل فول دروب بكمله. بس يعني جي كلاود could not parse resources. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ يمكن حاجة في الزون اللي انا كاتبها دي. تيجي نكتب الزون بالطريقة التانية. نجيب الزون كده مانيوال. هو لازم الواحد يعمل ديباجنج يعني مهما كان. يعني انا الحمد لله راجل سيرتيفايد اسوشيت وبرضه بيطلع معايا عادي ايرورز. فطبيعي يعني ان الواحد يطلع مع ايرورز. اهم حاجه بس ان الواحد يقدر يعمل ديباج للايرورز دي ويشغل التاني. مفيش حد يطلعش مع ايرورز. ماشي. أنا جاي عامل دلوقتي المانجد انستنس جروب. بعد كده هنعمل اهو الفاير رول بتاع الهيلث تشيك اللي هو بيقلاو الهيلث تشيك. جي كلاود كومبيوت فاير وول رولز كرييت. اسم الفاير وول رول نتورك اللي هنحط فيها ديفولت نتورك لاكشن ان هو بيقلاو دايركشن انجريس. سورس رينجز دي الاي بي رينجز بتاعه سيرفيس الهيلث تشيك اللي جوجل بتقدمها لنا. والنتورك تاجز اللي هي الاو هيلث تشيك هيجي على بروتوكول تي سي في بورت 80. الانستنس تمبلت اتعملت، تارجت سايز اتعمل، كله تمام. اوتو سكيل ما فيهاش اوتو سكيلنج طبعا عشان خاطر احنا محددين اصلا السايز بتاعها. فازاي يبقى في اوتو سكيلنج؟ بيبقى في اوتو سكيلنج لو في مينيمم وماكسيمم بيبقى في اوتو سكيلنج. تمام. عمل سيتا جلوبال ستاتيك اكسترنال اي بي ادرس. ده الاكسترنال اي بي ادرس اللي الدنيا هتكلمه. تمام. فاحنا محتاجين نعمل سيت لده. جلوبال اي بي ادرس بتاعنا جلوبال، مش ريجنال ولا زون، جلوبال. انا طبعا الفايل ده وكل السلايدز وكل الفايلات موجوده في الديسكربشن ان شاء الله. بعد كده عايزنا ناخد الاي بي ادرس عشان لما نيجي نستخدمه بعدين تحت. طلع لنا يا عم بعد اذنك الاي بي ادرس. شكرا جزيلا. كرييت هيلث تشيك. ده الهيلث تشيك اللي هو زي النتورك بس ده اتش تي تي بي هيلث تشيك. ده اللي هي على اساسه هيقول لك تودي ترافيك على انهي. انت ممكن في الابلكيشن لود بالانسر بقى ممكن الهيلث تشيك كده كده بيستخدم عشان يودي الترافيك على انهي في ام على حسب اللود. بس برضه في حاجه تانية اسمها يو ار ال ماب. يو ار ال ماب دي انت ممكن تحدد فيها اللي هي مثلا انت عندك هم كاتبينها هنا حلوه قوي، كاتبينها في اللابس حلوه قوي. فخلينا نبص عليها في اللابس اهي. URL map is a Google Cloud configuration resource used to route request to the to back end. انا الوقت هيخلص اصلا مش هلحق اخلص اللاب. هنحتاج نعمل كرييت تاني بسرعه من الاول. عذرا على اللخبطه. URL map is a Google Cloud configuration resource used to route requests to backend services for backend buckets. For example, with an external application load balancer, you can use a single URL map to route requests to different destinations based on the rules configured in the URL map. يعني انت مثلا باليو ار ال ماب ده انت عندك كله اللي هو الدومين واحد. عندك الدومين اللي هو ده اللي هو example دوت كوم. الحاجات الفيديوهات توديها على سيرفيس معينه. اليو ار ال ماب بيمكنك من كده. الحاجات الاوديو توديها على سيرفيس تانية. الحاجات الايمجز توديها على باكت مثلا ستورج باكت كده.
احنا طبعا هنحتاج بقى نكريت الحاجات بتاعت الابلكيشن لود بالانسر كلها، بس احنا شرحناها فاحنا هنعمل لها كريت على طول، يعني الموضوع مش هياخد وقت. نعمل لها كريت في ثانيه. اقفل بس الحاجات القديمه دي عشان ما تلخبطناش. ماشي يا عم على اندرستاند. continue authorize. محتاج من اول ابلكيشن لود بالانسر نشتغل تاني. يعني انا مش عارف ليه دي ما طلعتش ايرور وهناك في الزون طلعت ايرور، مش عارف بصراحة. فاحنا خلينا ايه نحترم نفسنا وناخدها زي ما هي كده. ناخدها مانوال يعني، عشان خاطر مش عايزين الدنيا تسلك، مش عايزين مشاكل. مش الانستنس تمبلت ده. بعد كده قام راجعين عاملين المانج انستنس جروب. بعد كده قام راجعين عاملين الفاير رول بتاعة الهيلث تشيك. ايرور. ايه الايرور؟ which resources invalid. تقريبا عشان عملناها بسرعة. ده الانستنس تمبلت، ده الانستنس جروب. التمبلت بتاعته كذا عشان عملناها بسرعة تقريبا يعني. او ممكن يكون مش في نفس الريجن مثلا، مش عارف. واحنا فوق عرفنا الريجن يو اس ويست 1. يو اس ايست احنا عندنا واحدة ايست وويست هو احنا ايه، احنا شغالين فين؟ شغالين في الويست ولا شغالين في الويست؟ اه. مم. احنا شغالين. لما شغلت اللاب تاني حول لزون تانية. فمحتاجين نيجي هنا نظبط الكوماند. الانستنس مانجد انستنس جروب هيتعمل في الزون دي مش في الزون القديمة. كنترول سي. اعمل كده. الفاير وول رول اللي بتالاو الهيلث تشيك سيرفيس بتاعت جوجل ان هي تدخل الابلكيشن بتاعنا. يا مسهل. فاير وول رول احنا طبعا قاريين كل ال الكوماند وكل الكومبوننتس اللي فيها، فعشان كده انا ما بقراهاش تاني يعني. طبعا احنا مش بنكوبي بيست وخلاص، لازم نكون فاهمين نعمل كوبي بيست لايه. اكسترنال اي بي ادرس كنا عملناها برضه المره اللي فاتت. ده اللي هيبقى على الوش بره. عايزين الاي بي ادرس طبعا هيكون مختلف عن التاني اللي انا شايله، فهنحتاج برضه ناخده تاني. بص واحد تاني. كريت هنعمل بقى الهيلث تشيك. الهيلث تشيك هنعمله على بورت 80، هيبقى اسمه كذا، يبقى اسمه اتش تي بي بيزك تشيك. اعمل الهيلث تشيك بعد اذنك. هنعمل بقى الباك اند سيرفيس. الباك اند سيرفيس دي مكان البول هناك في النتورك لود بالانسر. البروتوكول بتاعها اتش تي بي، دي الباك اند بتاعت اللود بالانسر، لان هو ابلكيشن لود بالانسر. فهو ابلكيشن، فهو باك اند فرونت اند، هي المسميات كده يعني. فهنعمل له باك اند. الباك اند هتبقى جلوبال، البروتوكول بتاعها اتش تي بي. البورت نيم اتش تي بي. الهيلث تشيكس اللي هو الهيلث تشيك اللي احنا لسه عاملينه. دي الباك اند اللي جواها المانج انستنس جروب. تمام. add instance group to the back end as back. هنعمل اد للانستنس جروب جوه الكمبيوتر باك اند سيرفيس. اد باك اند هي هنعمل اد باك اند للباك اند اللي لسه عاملين لها ديفينيشن. الانستنس جروب اللي احنا معرفينه فوق، والزون محتاج اظبط الزون وخلاص كده. زون كذا.
create URL map to route the incoming request to the default backend service. هنعمل يو ار ال ماب ان هي تروت كل الريكوستات على الباك اند اللي احنا لسه عاملينها دي. احنا لسه متكلمين في الدوكيومنتيشن ان انت ممكن تستخدم اليو ار ال ماب دي ان انت تروت لكذا باك اند على حسب الريكوست جاي لك على ايه. دي فانكشناليتي برضو مفيده يعني جدا لو واحد بيعمل ابلكيشن. بس انا هنعمل يو ار ال ماب انها تروت كل حاجه على الباك اند بتاعتنا دي عشان ما عندناش غيرها اصلا. وايه ده كله بيعمل باك اند. بعد كده الستيب اللي بعدها هنعمل اتش تي تي بي بروكسي عشان خاطر دي اللي هيكون ملزوق لها الاكسترنال اي بي ودي اللي بتروت لليو ار ال ماب. تمام. واليو ار ال ماب بتروت للباك اند. الباك اند والمانج انستنس جروب بيختار انهي في ام جوه المانج انستنس جروب على حسب الهيلث تشيك اللي معمول له اتاتش. طب الهيلث تشيك بيدخل ازاي؟ بيدخل على حسب التاجز على حسب الرينجز اللي احنا عاملينها. والهيلث تشيك هيختار على اساس ايه؟ الهيلث تشيك هيختار على اساس اني يستحمل لود. هيدخل من التاج اللي احنا عاملينها. عاملين فاير وول وعاملين لها اتاتش. عاملين لها اتاتش للانستنس تمبلت وعاملين لها اتاتش لل هيلث تشيك. عاملين لها مش اتاتش في الهيلث تشيك، عاملين فاير وول رول فيها التاج دي. وحاطين فيها الرينجز بتاعت الاي بيز بتاعت الهيلث تشيك. واحد اتنين تلاته اربعه جوارديولا. احنا وصلنا لحد فين؟ آه، عملنا الباك اند سيرفيس اخر حاجه صح؟ ماشي. كرييت اليو ار ال ماب بعد اذنك، ده مش هياخد وقت. والاتش تي تي بي بروكسي بعد اذنك. بص الاتش تي تي بي بروكسي مديها اليو ار ال ماب، يعني هي الموضوع سيكونشال كده شويتين. بعد كده اخيرا create a global forwarding rule to route incoming request to the proxy static IP address يودي الحاجه للبروكسي. كده احنا خلصنا عملنا الابلكيشن لود بالانسر. اللي بعديها بقى نعمل تيست للابلكيشن لود بالانسر. ممكن تدخل على الكونسول هنا في السيرش هنا، بس هو طبعا لسه ما قامش. هو بياخد له قام الحمد لله. ممكن نكتب هنا ايه لود بالانس، لود بالانسر او لود بالانسنج. نعمل دي كده. اقفل ده. بصوا اهو اللود بالانسر بتاعنا اهو. اكسس تاب اكسترنال ينفع الناس الاكسترنال تدخل له. الباك اند بتاعته الباك اند اللي احنا معرفينها اللي جواها المانجد انستنس فلو. تمام. ده اللود ابلكيشن لود بالانسر اللي احنا عاملينه. عايزين بقى تشيك في امز الباك اند ار هيلثي. عايز بتدخل جوه الباك اند تشوف الفي امات شغاله ولا لا. الفي امات اهو بص هيلثي تو اوت اوف 2 اتنين شغالين. حلو. يعني انت عندك الاثنين الفي 200 الاثنين قايمين. لو انت كان عندك اوتو سكيلينج مش هتلاقي الاثنين كلهم شغالين، هتلاقي على حسب الريكوستات. مثلا انت عامل منهم اثنين والماكسيموم 10 هتلاقي مثلا اربعه شغالين ثلاثه شغالين. في ريكوستات هتلاقي مينيموم هو اللي شغال. تيجي نروح بقى نبص على احنا معانا الاي بي، تيجي نروح نبص عليه في البراوزر. هنا اتش تي تي بي كده. فين الاي بي؟ ده الاي بي. هو بياخد له شويه عبال ما يقوم. هي دي فكرته. يعني هو حتى كده لو جيت بصيت هنا، بص اخر حاجه خالص في اللاب. بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك this may take 3 to 5 minutes if you do not connect. wait a minute and then reload the browser. هو بياخد له شويه الابلكيشن لود بالانس على بال ما بيقوم. بس عشان انا يعني او خلينا نستنى ما جاتش على دي بقى. هعمل بوز للفيديو ولما يرجع تاني هكمل.
تمام، حلو جدا. الابلكيشن لود بالانسر اشتغل اهو. بص بيقول لك سيرفد فروم الباك اند المانج انستنس جروب دي. فهو مش زي النتورك لود بالانسر بيقول لنا واصل من انهي انستنس، هو بيقول لك سيرفد من الباك اند دي. فاحنا كده الحمد لله الابلكيشن لود بالانسر بتاعنا اشتغل. طولت عليكم النهارده جدا جدا في الفيديو. بس انا هوريكم حاجه كده في السريع. بص تعالوا نروح على كورس اوفر فيو. الكورس ده بياخد 3 ساعات ونص. احنا عملنا الكورس في ساعه ونص تقريبا. فوين وين. انا محمود باشا، انا داتا ساينس بالمصري. خلصنا اول كورس من طريقنا ل Associate Cloud Engineer من جوجل كلاود. شكرا.